السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بيكم في عالم عم جوهر بتاع الأبراج، ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات أسبوع جديد يا رب يكون سعيد ومن عم جوهر تستفيد. أيوة لازم تستفيد، أمال أنا لازمتي إيه؟ الأسبوع التاني من شهر فبراير شباط، من يوم 7 ليوم 14، وهننهي الأسبوع إيه؟ بالفالنتاينز داي، عيد الحب يا حلوين. بس طبعا أنا عارف الشوكولاتة بقت ب20 جنيه، هنعمل إيه؟ فكوكوا بقى من الهدايا والحوارات، كل اللي معاه قرش يكمروا الفترة ديت، محدش عارف بكرة في ايه. بس خلينا نقول كلمة حلوة، عاطفة حلوة، اي حاجة حلوة. المهم بقى نقول ايه؟ نقول ان الاسبوع ده مختلف طبعا عن الاسبوع اللي فات، شيء طبيعي. وكنا قلنا ان الاسبوع الاول في فبراير، الاسبوع اللي عدى، كان مكمل لشهر يناير بنفس السلبيات والايجابيات والطاقة وكل حاجة. بداية من الاسبوع التاني هتبدأ بعض التغييرات، بعض التحولات، فيها ايجابيات بس برضه فيها سلبيات. هنقول ده وهنقول ده، ورزقي ورزقكم على الله. وطبعا كل اللي بنقوله كده كده بتاع ربنا تماما. احنا بنقول اللي العلم والفلك بيقولوا، حصل ما حصلش الله اعلم، بتاعت ربنا زي الطقس بالظبط. بس بنقول فرص واحتمالات، ركزوا مع الايجابيات وخدوا بالكم من السلبيات، مش هتخسروا حاجه. وابقوا ادعولي. طبعا يا حلوين، لو عايزين توقعات مكتوبه هتلاقوها على جروب عم جوهر بتاع ابراج على الفيسبوك، وهتلاقوها على الانستجرام. اكتبوا لي في كومنتات برجكم او استفساركم او طلباتكم او اللي يخطر على بالكم عشان ارد على حضراتكم، ولايك وشير وبتاع، ده انا حبيبكم ظبطوني. وطبعا قلنا كل اللي بنقوله حصل ما حصلش الله اعلم تماما. ونبدأ بسم الله والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج الحمل، وخلي عندك امل. ويا حملوية يا حلوين، هنقول توقعات ونصايح وتحذيرات الاسبوع التاني من شهر فبراير شباط، من يوم 7 ليوم 14. بامر الله يبقى اسبوع ظريف ولطيف عليكم، بس اعملوا اللي عليكم. اول حاجة تعملوها تشوفوا الفيديو بتاعكم للاخر. في الاول هقول لكم كل جزئية في حياتكم اخبارها ايه، بعدين هقول لكم كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته وسلطاته وبابا غنوجاته. وخلينا نقول ان الاسبوع مختلف، في شوية ضغوطات، ممكن يبقى في انشغالات، في التزامات، في مسؤوليات، في تحركات، في انتقالات، في مكالمات كتير ورصيد بيطير. لو المريخ في برج الجوزاء في حركة أمامية، بيدي الطاقة والنشاط والطاقة الجنسية والطاقة الروحانية والنشاط، وتتحركوا وتروحوا وتيجوا وتفاوضوا وتناقشوا، بس بيعمل تسرع، بيعمل بعض التهور، وانتم متهورين بطبعكم ومش ناقصين. فاهدوا على نفسكم وخدوا بالكم بس من شوية صيانات أو إصلاحات ممكن تحصل لكم. بس يا حناكم يسعدكم، ده المشتري عندكم كوكب الحظ، الحب، المال، الجمال، السعد الأكتر. السعد الأكبر بجلالة قدره موجود في برج الحمل، فخلي عندك أمل. هنا نقول إن في فرص إيجابية ليكوا في أكتر من جزئية، ركز أنت وهو وهي. فرص عاطفية موجودة، فرص مالية موجودة، عملية، جنسية، عائلية، شخصية، كل الفرص في كل الأمور موجودة حواليكم، بس مش هتجيلكوا لوحدها. ابسولوتلي نو. دوروا، روحوا، اسعوا، اشقوا، حاولوا، اعملوا اللي عليكم، واكيد ربنا هيكرمكم. هتفضلوا قاعدين مستنيين الفرص تجيلكم، هتزعلوا وتجيبوا ناس تزعل معاكم، وانا ما احبش الحملوية حبايبي يزعلوا من اي حاجة. فركزوا الله يكرمكم، استغلوا فرصكم. طبعا لو انتوا كنتوا شفتوا بقى الفيديو بتاع توقعات برجكم لشهر فبراير شباط كله على بعضه، كنتوا هتعرفوا انا بتكلم في ايه. فمهم تشوفوه، هتلاقوه في الكومنتات حاطط لكم اللينك بتاعه، اي خدمه. طب نيجي ونقول بقى عندنا حاجة إيجابية جدا، وجود الشمس في برج الدلو، وفي نفس الوقت زحل في الدلو، وكمان عطارد هيروح الدلو من يوم 11. الدلو هيبقى فيه 3 كواكب كبار جدا، وده بيتكم ال11، بيت التعاون، بيت الأصدقاء، بيت الزملاء، بيت النقاش، الفصال، التعاون مع الآخرين. تلاقوا عايزين مساعدة تطلبوها تلاقوا اللي يقدمها لكم، حد يطلب منكم مساعدة تقدموها، ودي حاجة جميلة. استغلوا العلاقات الاجتماعية، استغلوا اي واسطة في حياتكم، لو محتاجين تخلصوا اي امر تلاقوا ناس بتقف جنبكم، بتدعمكم، بتسندكم، بتديكوا رأيها، بتشارككم. استغلوا، بس خدوا بالكم في نفس الوقت وارد يبقى في صعوبة في حل خلاف مع طرف تاني، حد مختلفين معاه، بينكم مشكلة، بينكم مواجهة ايا كان. وفرص التصالح حتى لو موجودة بس صعبة، ممكن تبقى محتاجة تنازل. فانتوا بقوا حسبتكم، محتاجين تتنازلوا عشان دنيتكم تمشي، ولا تعاندوا وتفضلوا ماسكين في دماغكم وفي الاخر بتلبسوا في حيطة. ففكروا بعقل شوية، بلاش تسرع.
طبعا الزهرة في برج الحوت، ولا زالت الاكتشافات قائمة. تكتشفوا أعداء، تكتشفوا أسرار، تكتشفوا أخبار، تكتشفوا حسات. وده حاجة جميلة إن انتوا تقدروا تاخدوا بالكم من نفسكم. الناس اللي بتثقوا فيهم ممكن يطلع بعضهم بوشين وقالب عليكم، أو بيحسدكم أو بيحقد عليكم، فخدوا بالكم. في ناس مخلصين معاكم، بس في ناس في دايرتكم عينيهم بصاصة يا رب يتدب فيها رصاصة. فمميز وحلو جدا ان انتوا تكتشفوهم، تحلوا مؤامراتهم، تاخدوا بالكم. فركزوا شوية وحياتكم، وابعدوا عن الكسل والإهمال. وتاني بلاش قرارات متسرعة. لغاية يوم 11 عطارد موجود في برج الجدي، يعني عندكم قدرة تحافظوا على سمعتكم، على مكانتكم، على قدراتكم، على إمكانياتكم، تثبتوا نفسكم، تثبتوا وضعكم العائلي العاطفي العملي. قادرين تلفتوا الأنظار، ونار يا حبيبي نار لغاية يوم 11. قادرين تخشوا أي حوار وتطلعوا منه مستفيدين. الأمور المالية لازالت متقلبة بقالها فترة أنا عارف، بس التقلب لازال مستمر، حبة فوق وحبة تحت. بس وارد يبقى في خبر مالي بأمر لا إيجابي، أو يديكوا بعض الاطمئنان برغم الضغوط والالتزامات والمسؤوليات موجودة، بس بأمر لا يبقى فيه نور كده في آخر النفق في الحتة المالية، أو مفاجأة تحصل لكم بشكل غير متوقع. الأمور العاطفية، الأمور العائلية مستقرة وجميلة ومية مية طول ما انتوا بتعملوا اللي عليكم ومركزين معاها. هتهملوها هتزعلوا. كده تقريبا قلنا كل جزئية. نيجي لكل يوم من الأيام بالتفصيل، يا حمل يا جميل انت يا جميل. ونبدأ بالتلات والأربع 7 و8 فبراير. القمر في العذراء، يومين التزامات ومسؤوليات وانشغالات. خلوا بالكم، محتاجين تبقوا مركزين في أعمالكم، ما تتأخروش على مواعيدكم، رتبوا أولوياتكم، نظموا أوقاتكم، ما تسيبوش الدنيا تتراكم عليكم. كتر الضغوطات بتعمل إرهاق وإجهاد، فلازم نرتاح من فترة للتانية. وخدوا بالكم من صحتكم في اليومين دول، اسمعوا مني. خميس وجمعة وسبت 9 10 11 فبراير القمر في برج الميزان، بيتكم السابع، بيت التحالف، الشراكة، الأزواج. هنا الأزواج هيبقوا مقسومين 2. خلي بالكم القمر هيبقى مواجه ليكم معاكس ليكم، فممكن يضغط على العلاقة الزوجية، يضغط على علاقتكم بشريك العمل أو المال. فابعدوا عن العند والجدال، هدوا اللعب. العلاقات الضعيفة أو الأزواج اللي بينهم مشاكل ياخدوا بالهم بزيادة قوي. إنما اللي علاقتهم مستقرة حتى لو اتهزت هتعدي ولا يهمها. بس يومين مناسبين للتحالف والتعاون والزواج، او الشراكة المالية او العملية الجديدة. واي حاجة فيها طرفين اطلعوا منها مستفيدين، والازواج الحلوين فاهمين. هنقول بقى الحد والاثنين 12 و13 فبراير القمر في برج العقرب، بيتكم الثامن، الفلوس والمال اللي بينكم انتوا واطراف تانية. اليومين دولت مميزين في اكتر من جزئية. طاقة جنسية عالية شوية، فرصة مالية لمكسب او دعم او حل خلاف مالي او تفاوض مالي. ممكن تخلصوا من امور قانونية او حكومية، ممكن تكتشفوا اسرار، تجيلكوا اخبار تساعدكم تاخدوا القرار. اهم حاجة تركزوا في الفلوس، وهتصد فلوس عليكم او هتستردوا فلوس ليكم. ووارد يبقى في دعم من طرف تاني في حاجة مالية. يوم الثلاث بقى اخر يوم، يوم 14 الفالنتاينز داي، والقمر في برج القوس في بيتكم التاسع. يوم للراحة النفسية، للهدوء، للسفر، للتحركات، للتميز، للطاقة الروحانية والدينية، للأمور العاطفية، لأي حاجة عايزين تعملوها. هيبقى يوم مميز بأمر الله، وتنهوا الأسبوع بشكل سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الثور، أهلا بيكم وأحلى مسا عليكم يا حلوين يلي من قلبي قريبين. نقول بقى توقعات الأسبوع التاني من شهر فبراير شباط، من يوم 7 ليوم 14. بأمر الله يبقى أسبوع ظريف ولطيف وخفيف عليكم. الفرص حواليكم والإمكانيات موجودة والأماني ممكنة وكله شغال، بس المهم تعملوا اللي عليكم، وبأمر الله ربنا يكرمكم وتبقوا على العال. أول حاجة تعملوها تشوفوا الفيديو بتاعكم للآخر. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه خلال الأسبوع، بعدين هقول لكم كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتعبيراته، فتبقى الصورة معاكم كاملة ومية مية، وابقى أنا كده عملت اللي عليا. خلينا نقول بقى أنت وهو وهي ركزوا عشان أقول لكم كلمتين مهمين، حطوهم حلقة في ودانكم. بداية كده عندنا الشمس، وعندنا عطارد، وعندنا زحل، التلاتة في برج الدلو، بس عطارد هيروح من يوم 11. التلاتة دولت من يوم 11 وجودهم في برج الدلو، يعني عندكم فرص للمكانة، للسمعة، للنجاح، للتفوق، للي بيدور على عمل، بيغير عمل، بيثبت نفسه في عمل،
ان انتوا تبقوا ملفتين للانظار، ان انتوا تثبتوا حسن الظن فيكم، تحافظوا على النظرة الايجابية ليكم، بس مش بسهولة. لا 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 لا، في ضغوطات، في مسؤوليات، في مواقف صعبة، ممكن اختبارات، ممكن امتحانات، ممكن مقابلات، ممكن اجتماعات، ممكن مفاوضات، ممكن مناقشات، ممكن من حوارات تحصل في محيطكم مع اهلكم، مع جيرانكم، مع اصدقائكم، مع زملائكم، مع مديرينكم، مع ايا كان. المهم ان انتوا تبقوا حريصين في تصرفاتكم، ما تتسرعوش في قراراتكم، لان دي مشكلتكم. احيانا بتتسرعوا فبتلبسوا في حيطه. فاهدوا على نفسكم، خصوصا في اي حاجه تخص سمعتكم او مكانتكم. عندنا برضو خلال الاسبوع او لغايه يوم 11 تحديدا عطارد في برج الدلو، يبقى عندنا من يوم 7 ل 11 فرص لسفر، فرص لتنقلات، فرص لمكالمات او تحورات او نقاشات مع اطراف بعيده عنكم. ممكن ناس من بلدكم بس عايشين بره، ممكن اجانب، ممكن ناس اعلى منكم في المكانه نسبيا. ادوا فرصه لنفسكم ان انتوا تسمعوا للنصايح، للارشادات، ما تمسكوش في اللي في دماغكم. لان على فكره الزهره موجود في برج الحوت اللي علاقتكم بيه حلوه موت، وده بيتكم ال11. يعني فرص خلال الاسبوع للتحالف مع الاخرين، للتعاون في اي امر عملي، عاطفي، عائلي، جنسي، ايا كان. فرص للنقاشات، لمفاوضات، لتحالفات، لخروجات، لمناسبات، لمقابلات، لتجمعات. استفيدوا من الاخرين اللي في حياتكم، تستفيدوا بقى نفسيا، معنويا، عمليا، ماليا، كله شغال زي ما قلنا. وفي نفس الوقت لو عايزين مساعدة اطلبوها بأمر الله، أكيد هتلاقوها. ولو حد طلب منكم مساعدة لازم تقدموها. قلنا فترة للتعاون مع الآخرين. من كلمة سر النجاح في الأسبوع ده العلاقات، الناس اللي في حياتكم. استفيدوا بس. طبعا الامور الماليه، المريخ موجود في برج الجوزاء وفي حركه اماميه يوميه 100، فوارد يجي فلوس، بس برضو قصادها تخرج فلوس، تخرج مصاريف، وتخرج فلوس في حاجات مش ضروريه. اسمعوا مني، بلاش تبذير وحوشوا كتير، بلاش مصاريف ملهاش لازمه ترجعوا تندموا عليها. وفي نفس الوقت وارد يبقى فيه التزامات، في مسؤوليات محتاجه هدوء في القرارات الماليه. ما نتسرعش وما نتهورش عشان ما نتعورش. نحذر السرقه والنصب والغش والاستغلال، وبامر الله تبقى عليه العال. طبعا المشتري في برج الحمل، وهنا خلينا نقول ان وارد يبقى فيه اكتشافات لاعداء، لحساد، لمؤامرات، لناس بتعمل حاجه من وراكم، لاسرار ما كنتوش تعرفوا حاجه عنها، فخليكم جاهزين. بس الاكتشافات دي حتى لو هتضايقكم بس ايجابيه في حياتكم، تقدروا تاخدوا بالكم، تقدروا تاخدوا قراراتكم بناء على اللي هتكتشفوه او تعرفوه. طبعا عندنا بلوتو موجود في برج الجدي هو كمان، واورانوس عندكم، فلسه التقلبات النفسيه الحاده، مبسوطين وزعلانين في نفس الوقت، يوم كده ويوم كده، حبه فوق وحبه تحت. فلسه اللخبطه النفسيه ما بين الانبساط، ما بين الضغوط، ما بين السعاده، ما بين الحزن. اللخبطه دي موجوده ومستمره معانا شويه. ربنا يعيننا عليكم يا ثوريين. خلينا نقول الامور العاطفيه، الامور العائليه هي هاديه الى حد ما. ممكن يحصل خلافات نسبيه بس انتوا قادرين عليها، هتلموها او هتكبروا دماغكم وتعدوها. فاطمنوا في الامور العاطفيه والعائليه. بس برضو وارد يبقى فيه لا قدر الله خلاف عائلي او منزلي، وارد يبقى فيه التزامات عائليه او منزليه او عاطفيه. الاعدى بيصبر شويه او يبذل مجهود اكبر حبه. وكده تقريبا قلنا كل جزئيه. نيجي لكل يوم من الايام بالتفصيل. يا ثوري يا جميل انت يا جميل. ونبدا بالثلاث والاربع. 7 و8 فبراير القمر في العذراء، بيتكم الخامس العاطفه، قلوب كتير وحاجات بتطير. يومين عاطفيين، مشاعر، احاسيس، استمتاع، ترفيه. ممكن يبقى فيه مسؤوليات او التزامات او ضغوطات، بس قادرين تتعاملوا معاها وتنتصروا عليها، قادرين تعدوا، قادرين توصلوا اللي انتوا عايزينه، قادرين تتبسطوا. ويومين الازواج ينيموا العيال بدري شويه وتبسطوا على قد ما تقدروا. خميس، جمعه، سبت، 9 10 11 فبراير القمر في الميزان، 3 ايام فيهم التزام. بيتكم السادس العمل والصحه، مسؤوليات، التزامات، انشغالات. فركزوا في كل الامور اللي فيها مسؤوليه، سواء عمليه او ماليه او منزليه، ايا كان نوع المسؤوليه. كتر الضغوطات احيانا ممكن في اليومين دول تعمل لكم ارهاق او اجهاد، فارتاحوا وخدوا بالكم من صحتكم ورتبوا اولوياتكم. الحد والاثنين 12 و13 فبراير القمر فبراير شباط، القمر في برج العقرب، بيتكم السابع، خدوا بالكم. القمر موجه ليكم، عاكس ليكم، فممكن تلاقوا خلافات ما بين الازواج، بالاخص الازواج اللي اصلا بينهم مشاكل. ممكن خلافات مع شريك العمل او المال لو اصلا الشراكه ضعيفه. انما العلاقات القويه هتعدي حتى لو تهزت شويه. بس يومين مناسبين للتحالف، للتعاون، للشراكه في اي امر، اي حاجه فيها طرفين اطلعوا منها مستفيدين والازواج فاهمين. طبعا التلات بقى يوم 14
15 الفالنتاينز داي وحلاوته. القمر في برج القوس في بيتكم الثامن طاقة جنسية عالية جدا، وارد يبقى في دعم مالي او مكسب مالي من طرف تاني، بس برضه وارد خلاف مالي مع طرف تاني، ما الفلوس غيرت النفوس، وارد اهتمامات قانونية او حكومية او قضائية. بس اليوم التلات تحديدا مناسب للطاقة، مناسب للاكتشافات، مناسب للاختبارات، مناسب ان انتوا تاخدوا قرارات ليها علاقة بطرف تاني في حياتكم. بس لو حاجة ليها علاقة بالفلوس خدوا بالكم. وبأمر الله الأسبوع يكون سعيد، ومن عمو جوهر تستفيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الجوزاء وجمال وحلاوة برج الجوزاء، أهلا بيكم وأحلى مسا على عيونكم الحلوين. ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من شهر فبراير شباط، من يوم 7 ليوم 14. بأمر الله يبقى أسبوع ظريف ولطيف وخفيف عليكم. عايزكم بس تعملوا اللي عليكم، لأن الفرص ممكنة والأماني ممكنة وحواليكم والنبي موجودة، بس انتوا أحيانا بتبصوا على الحتة السلبية وبتدوروا عليها وتجروا لها. طب وليه؟ ما حوالينا ايجابيات كتير بامر الله تستفيدوا منها. المهم طبعا قبل اي حاجه تشوفوا الفيديو بتاعكم للاخر. في الاول هقول لكم كل جزئيه في حياتكم اخبارها ايه خلال الاسبوع، بعدين هقول لكم كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته، فتبقى الصوره كامله ومية مية، وابقى انا عملت اللي عليا. ونبدا بسم الله على طول ونقول اول جزئيه واهم جزئيه عليها العين والنيه، وجود الشمس ووجود زحل في برج الدلو. وهنا مميز جدا ليكم الموضوع، بس بيبقى ملخبط حبتين ما بين طاقة ونشاط وحماس، وما بين صعوبات وضغوطات الاتنين في نفس الوقت، ما بين فرص لسفر لتحركات بعيدة لاتصالات لردود، وما بين تأجيل وتأخير وصعوبات عشان توصلوا للي انتوا عايزينه. يبقى هنا الكرة في ملعبكم تماما. اسعوا دوروا روحوا تعالوا، الفرص حواليكم موجودة. هتكسلوا هتستسلموا هتزعلوا وتجيبوا ناس تزعل معاكم. اظن الرسالة وصلت، بس في فرص لسفر، فرص لتميز، فرص للنقاشات، فرص لحوارات، فرص لخطوات وقرارات جديدة في أمر مهم بتعملوه في حياتكم. الفرص تزيد أكتر من بعد يوم 11 مع دخول عطارد كمان في برج الدلو، يبدأ يعمل التوازن. قدراتكم ازاي تتحكموا فيها، خطواتكم ازاي تاخدوها، قراراتكم ازاي تراجعوها أو ترجعوا فيها لو غلط، مش عيب ولا حرام. يبقى من يوم 11 التميز هيزيد بكتير، قدراتكم نفسها هتزيد، وإمكانياتكم في العاطفة في العمل في المال في الدراسة في أي أمر بتعملوه. طبعا وجود الزهرة في برج الحوت وده مناسب جدا، يبقى عندكم فرص للنجاح للتفوق، اللي بيدور على عمل، اللي بيغير عمل، اللي بيثبت نفسه في عمل، فرص عملية جديدة تظهر لكم، لأن الزهرة ده بيتكم العاشر، سوري الحوت ده بيتكم العاشر، بيت السمعة والمكانة بقى، الفيت والأنظار ونار يا حبيبي نار، بلبسكم بحلاوتكم بشياكتكم بأسلوبكم بطريقتكم بثقافتكم بعلمكم بأي حاجة انتم متميزين فيها وانتم وشطارتكم. المهم ابعدوا عن الشبهات وامشوا على النظام والتعليمات، مش عايزين حوارات. طبعا عطارد موجود في برج الجدي ليوم 11، ويعني من يوم 7 ليوم 11 القمر وجوده في الجدي، سوري قمر مين، عطارد وجوده في الجدي في بيتكم الثامن، مكسب مالي، دعم مالي، حل لخلاف مالي، في نقاشات مالية، في حوارات مع اطراف تانية، واحيانا الفلوس بتغير النفوس، فخدوا بالكم حبتين. بس قادرين تنظموا علاقاتكم المالية، قادرين تحصلوا على دعم، قادرين تفاوضوا، قادرين تقنعوا، قادرين توصلوا لنقاش او تفاوض او تحالف مالي جديد، فانتوا شطارتكم. بس برضه وارد يبقى في طاقة جنسية عالية شوية لغاية يوم 11، عندكم قدرة على تنظيم أموركم القانونية والحكومية والقضائية والمالية. عندنا بقى المريخ في برج الجوزاء عندكم في بيتكم في مملكتكم، وهو اللي بيخليكم متسرعين متهورين متعصبين منفعلين وتهدوا بسرعة على طول. اللخبطة دي بسبب المريخ، بس في طاقة جنسية عالية، في قدرات وإمكانيات، في خطوات، في تحركات، في انتقالات، في نشاطات، عندكم القدرة والطاقة، بس سيطروا عليها، هي اللي بتدفعكم وتخليكم تتهوروا فتتعوروا. طبعا المشتري في برج الحمل يعني كلمة سر في العلاقات، في الأصدقاء، في الزملاء، في القرايب، في الحبايب، الناس اللي في دايرتكم اللي في محيطكم. أفضل فترة للجوزائيين للارتباط، للتصالح، لحل الخلافات، للتعاون مع الآخرين، لتقديم المساعدة، للحصول على المساندة، للمشاركة. المهم تستفيدوا من الفرص اللي حواليكم في الناس اللي حواليكم، استغلوها ما تضيعوهاش. طبعا وجود أورانوس في برج الثور بيعمل لكم اللخبطة النفسية اللي انتوا فيها، بيعمل
بيعمل لكم احيانا الاكتئاب، بيعمل لكم احيانا ان انتوا تبقوا مبسوطين وفجاه زعلانين، فجاه يظهر لكم مؤامرات، فجاه يظهر لكم حساد، احيانا انتوا بتتوهموا ان في مؤامرات عليكم وهي مش حقيقيه. فدايما اتعاملوا مع الحقائق انت وهو وهي. وكده تقريبا قلنا كل جزئية، نيجي لكل يوم من الأيام بالتفصيل، يا جوزاء يا جميل انت يا جميل. ونبدأ بالتلات والأربعة 7 و8 فبراير. القمر في برج العذراء، بيتكم الرابع، بداية عائلية منزلية، مشتريات، إصلاحات، توضيبات، صيانات، أي حاجة منزلية. وارد يبقى حاجة ليها علاقة بالعيال، ليها علاقة بالأزواج، ليها علاقة بالقرايب، ليها علاقة بزيارات، بمقابلات، لا قدر الله طارئ عائلي لأحد أفراد العيلة، سواء صحي أو عملي أو مالي، لازم تقدموا المساعدة، لازم تثبتوا وجودكم، لازم تريحوا ضميركم. في يومين عائليين منزليين خلوا بالكم فيهم حبتين، الخميس والجمعة والسبت. 9 و10 و11 فبراير شباط، القمر في الميزان، يا سلام يا سلام ويحلى الكلام. بيتكم الخامس، العاطفة، قلوب كتير وحاجات بتطير، مشاعر، أحاسيس، حب وغرام وعيون سهرانة ما بتنام، فرص لارتباط، لإعجاب، لانجذاب، لحل خلافات، لرجوع منفصلين متطلقين، لجنس بين الأزواج الحلوين، وينيموا العيال بدري حبتين. ممكن يبقى في ضغوطات والتزامات ومسؤوليات بس قادرين عليها وتاخدوا قرارات وتتبسطوا شوية. الحد والاثنين 12 و13 فبراير، القمر في برج العقرب، بيتكم السادس، يومين فيهم التزامات ومسؤوليات وانشغالات. وارد يبقى فيهم ما بين انشغالات عملية وانشغالات صحية. عملية هنا يعني عمل أو مال أو دراسة أو منزل، أي التزامات أو مسؤوليات. ممكن الدنيا تتراكم عليكم، تبقوا مضغوطين شويتين، فترتبوا أولوياتكم، تنظموا أوقاتكم، وإلا الدنيا هتسرح منكم وهتزعلوا. وفي نفس الوقت خدوا بالكم من صحتكم، بأكد. التلات آخر يوم بقى يا سلام، يعني الفالنتاينز دي يوم 14، وضرب نار للصباح الباكر. هنا القمر هيبقى في برج القوس في بيتكم السابع، ما بين انه مفيد للعلاقة الزوجية، ما بين انه مفيد للزواج، ما بين انه مفيد للتحالف والتعاون مع اطراف تانية، ما بين برضو ان القمر بيبقى موجه ليكم عكس ليكم، فبيضغط على العلاقة الزوجية الضعيفة او اللي اصلا فيها مشاكل. فما تجوش تتخانقوا وتنكدوا على نفسكم في يوم الفالنتاينز، عدوا اليوم ده واتبسطوا، وبعدين النكد جاي هيروح فين؟ وبأمر الله الاسبوع يكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج السرطان، وجمال وحلاوة وطعامة برج السرطان، حبايب قلب عم جوهر من زمان. ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من شهر فبراير شباط، من يوم 7 ليوم 14. بأمر الله يبقى أسبوع ظريف ولطيف وخفيف عليكم. المهم تعملوا اللي عليكم، وأكيد ربنا يكرمكم. بس المهم نقول إن الفرص ممكنة والأماني ممكنة، وحاولكوا فرص إيجابية في أكتر من جزئية، ما تدوروش على الحاجات السلبية بس. هتعرفوها، في سلبيات، في ضغوطات بس قادرين عليها، ودي سنة الحياة، ما هو مش كله بمبي بمبي، لازم يبقى فيه شوية كحلي. المهم يا حلوين، شوفوا الفيديو بتاعكم للآخر. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه خلال الأسبوع، بعدين هقول لكم كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته. نبدأ بسم الله على طول ونقول طبعا كله بأمر الله. طبعا عندنا أول جزئية وأهم جزئية، وجود المشتري في برج الحمل. خلي عندك أمل في بيتكم العاشر. الحمل برج ناري وانتوا برج مائي وميه ونار، ما فيهاش هزار. بس المشتري ده كوكب الحب، الحظ، المال، السعاده، بيسموه السعد الاكبر. هنا في بيتكم العاشر فرص للسمعه، للمكانه، للترقيه، للنجاح، للتفوق، للفت الانظار. ونار يا حبيبي نار، تلفتوا الانظار بلبسكم، بشكلكم، بكاريزمتكم، بكلامكم، باسلوبكم، بثقافتكم، بشغلكم، باي حاجه بتعملوها في محيطكم. تحسنوا علاقاتكم، تحافظوا على النظره الايجابيه ليكم، تستغلوا الفرص في امتحان، في اختبار، في مقابله، في اجتماع، في اللي بيدور على شغل، اللي بيغير شغل، اللي بيثبت نفسه في شغل، كله موجود وكله شغال. في بعض العقبات اللي هتقابلوها، بعض الصعوبات، بس بأمر الله تنتصروا عليها وتتحول لإيجابيات. لا وكمان عندنا الزهرة في برج الحوت، اللي علاقتكم بيه حلوة موت. الزهرة ده بقى السعد الأصغر، الصغنون الصغير، وفي بيتكم التاسع في برج مائي زيكم، يعني بيدعمكم نفسيا، روحانيا، دينيا، قدرات،
خبرات، إمكانيات، تميز في العلاقات، في القرارات، في الخطوات، في البدايات، في التحركات، حتى الاتصالات. وارد تتواصلوا مع أطراف بعيدة عنكم تطلعوا منها بفوايد. وارد يجيلكوا رد إيجابي انتوا مستنيينه على أمر بقاله فترة متأخر. فرص موجودة وفرص ممكنة، بس الشاطر والشطورة اللي يستغلوهم. نيجي بقى الجزئية ملخبطة شوية ونقول إن الشمس وزحل في برج الدلو، الاتنين في بيتكم التامن. الشمس بتضغط عليكم في الأمور المالية المشتركة اللي بينكم انتوا وأطراف تانية، أي طرف تاني، سواء أهل، أزواج، أبناء، إخوة، عمل، بنك، قرض، جمعية. أي فلوس بينكم انتوا وأطراف تانية خدوا بالكم منها شوية. وارد تقابلوا بعض الضغوطات، بعض المشكلات، بعض الحوارات، فلوس تطلب منكم والتزامات ومسؤوليات ومش عارفين تعملوا فيها ايه. محتاجة هدوء، محتاجة صبر حبتين، وتبدأ الدنيا تظبط من بعد يوم 11 مع دخول عطارد لبرج الدلو. فتبدأ فرص للتنظيم المالي، للتفاوض المالي، للنقاش المالي، لحل الخلافات المالية، للاهتمام بالأمور القانونية والحكومية والقضائية، للطاقة الجنسية. كل ده من بعد يوم 11 يبدأ يظهر شوية، بس هنركز شوية على الفلوس لأنها غيرت النفوس. قبل يوم 11 وارد قلنا خلافات ومشكلات وضغوطات. بعد يوم 11 وارد يجي الحل بأمر الله عن طريق تعبكم ومجهودكم وأفكاركم. تستردوا فلوس ليكوا، تسددوا فلوس عليكوا، تنظموا أموركم المالية، تحلوا خلافاتكم المالية، تتعاونوا مع أطراف تانية بذكاء وبشطارة، وده مهم جدا. هنيجي ونقول بقى عطارد في برج الجدي لغاية يوم 11. هنا يعني لغاية يوم 11 مناسب جدا للزواج، لتنظيم العلاقة الزوجية، لرجوع المنفصلين والمطلقين، لتقريب وجهات النظر بين الأزواج، للدخول في علاقات قد الزواج، لشراكة مالية أو عملية، لتحسين الوضع اللي فيه شراكة مع طرف تاني في أمر عملي أو مالي. مناسب جدا لغاية يوم 11 التنظيم، الترتيب، بالأخص ما بين الأزواج. طبعا عندنا بقى ايه، عندنا اورانوس في برج الثور في بيتكم ال11. فالعلاقاتكم الاجتماعيه بقرايبكم، بحبايبكم، باصدقائكم، بزملائكم متقلبه بشكل كبير جدا خلال الاسبوع ده. حبه خلافات وخناقات ومشكلات، وحبه تصالح وتفاهمات وتحالفات، حبه كده وحبه كده، بس ركزوا على العلاقات. طبعا الامور العائليه، الامور العاطفيه بخير شويه طول ما انتم مركزين وبعدين عن المشاكل يا حلوين. هتدققوا وتركزوا بزياده وانا عارفكم، وتعملوا حوارات وتلووا بوسكم، هتنكدوا على نفسكم وعلى اللي حواليكم سواء عائليا او عاطفيا. كده تقريبا قلنا كل جزئية. نيجي لكل يوم من الأيام بالتفصيل. يا سرطان يا جميل انت يا جميل. ونبدأ بالثلاث والأربع 7 و8 فبراير شباط. القمر في برج العذراء بداية حلوة. يومين فيهم أحداث، فيهم انشغالات، فيهم اتصالات، فيهم مشاوير، فيهم حوارات كتير، بس وارد برضو يبقى فيهم قدرات وإمكانيات، قدرة على الإقناع، على التنظيم، على التواصل، على التفاهم، على النقاش، على المنافسة، على المواجهة. كله موجود. يومين مسحومين. خدوا بالكم بس من الصيانات والإصلاحات، حاجة تبوظ بينكم، حاجة تبوظ، حاجة تخرب، حاجة تضيع، خلوا بالكم خلاص. وخلوا بالكم انتوا بتسوقوا عربياتكم. الخميس وجمعة وسبت 9 و10 و11 فبراير القمر في برج الميزان بيتكم الرابع. 3 أيام عائليين منزليين بشكل كبير، ما بين اهتمام عائلي، تواصل منزلي، اتصالات عائلية، زيارات عائلية، مناسبات، تجمعات، سهرات بين الأزواج الحلوين وينيموا العيال بدري حبتين، فرص لحمل وإنجاب، فرص لزواج، ما بين بعض الخلافات أو الطوارئ العائلية لا قدر الله، ما بين بعض الاهتمامات المنزلية، مشتريات، إصلاحات، صيانات، توضيبات، مصروفات، ويحصل شوية خلافات، فخدوا بالكم. بس 3 أيام عائليين منزليين. الحد والاثنين 12 و13 ديسمبر 12 و13 فبراير شباط. القمر في العقرب بقى برج مائي زيكم. يا سلام يا سلام، ويحلى الكلام. بيتكم الخامس العاطفة، قلوب كتير وحاجات بتطير ومشاعر وأحاسيس وحب وغرام وعيون سهرانة ما بتنام، فرص لارتباط، لإعجاب، لانجذاب، تبقوا جذابين للجنس الآخر، فرص للأمور الجنسية بين الأزواج، فرص للاستمتاع، للترفيه. في ضغوطات ومسؤوليات والتزامات وكل الحوارات، بس قادرين تستفيدوا من اليومين دول في أمر نفسي، في أمر عاطفي، في أمر عملي أو مالي أو دراسي، أيا كان الفرص موجودة حواليكم. التلات بقى آخر يوم، يوم 14 الفالنتاينز داي. كل سنة وكلكم طيبين. بيتكم السادس. يعني اليوم ده برغم انه عيد الحب، بس انشغالات ومسؤوليات وضغوطات سواء عملية او صحية، محتاجة ترتبوا اولوياتكم، تنظموا اوقاتكم، ما تسيبوش الدنيا تتراكم عليكم، تلتزموا بمواعيدكم، واي مسؤولية في حياتكم تركزوا فيها عشان الاسبوع يعدي ويكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله اعلم.
حبيبي وعزيزي برج الأسد وجمال وحلاوة برج الأسد سيمبا الجميل، أهلا بيكم وأحلى مسا على عينكم الحلوين. ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من شهر فبراير شباط، من يوم 7 ليوم 14. بأمر الله يبقى أسبوع حلويات، في إيجابيات، في برض الفرص، في بعض الاحتمالات الإيجابية لازم تستفيدوا انت وهو وهي. في ضغوطات وفي سلبيات مش هنخبيها، طبعا هنقولها، بس خلينا ندور على الإيجابي، نشوف ازاي نستفيد منه وفي نفس الوقت ناخد بالنا من الحاجات النوتي الوحشه. بس خلينا نقول يا حلوين ان بامر الله الاسبوع دوت محتاج منكم تركيز مش اكتر من كده. اول حاجه تركزوا فيها تشوفوا الفيديو بتاعكم ده للاخر. في الاول هقول لكم كل جزئيه في حياتكم اخبارها ايه خلال الاسبوع، بعدين هقول لكم كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته، ويبقى كده الصوره معاكم كامله ومية مية، وابقى انا عملت اللي عليا. وكده كده كله بامر الله، الله اعلم طبعا. نبدا على طول ونقول بسم الله. اول حاجه لازم تستفيدوا منها وتستغلوها فرصه ان المشتري في برج الحمل، خلي عندك امل. المشتري ده كوكب الحظ، السعاده، السعد الاكبر زي ما بيسموه، يعني فرص عندكم في بيتكم التاسع. والحمل برج ناري زيه زيكم، فنار يا حبيبي نار ولعها يا اسد. بيتكم التاسع فرص لسفر، فرص لتميز، فرص لنجاح، فرص لعاطفه، فرص لقرارات، فرص لبدايات، فرص لتطورات، فرص لتغييرات. في ضغوطات بتمروا بيها في اكتر من جزئيه، والنبي عارف بالذات ممكن في التحالف، في التعاون، في الشراكه، في الازواج يبقى في شويه ضغوطات، بس برضه في ايجابيات وفرص واحتمالات. المشتري وجوده في برج الحمل يديكوا الدافع، الطاقه الايجابيه، تراجعوا قراراتكم، تصلحوا اخطائكم، والرجوع عن الخطا افضل من الاستمرار فيه، وان تبدا متاخرا افضل من ان لا تبدا. مش هنقضيها امثال، بس فعلا هو ده اللي انتم محتاجينه. تتصالحوا مع نفسكم، تفهموا نفسكم، تحددوا انتوا عايزين ايه وازاي توصلوا له، بامر الله توصلوا له. بس ده مش هيحصل للكل ابدا، ابسولوتلي نو. اللي هيفضل مكانه مستني الفرص تجيله هيزعل ويجيب ناس تزعل، اللي هيسعى ويشقى ويعمل اللي عليه بامر الله ربنا يكرمه. خلينا نقول برضو ان عندنا بقى الحته اللي ممكن تبقى ضغطه شويه، وجود الشمس في برج الدلو ووجود زحل في برج الدلو، فضغطين على العلاقه الزوجيه في بيتكم السابع. ممكن تلاقوا خلافات ما بين الازواج، خلافات مع شريك العمل او المال. فالفتره دي محتاجه هدوء اعصاب، محتاجه نفكر بعدين نقرر، ما نتسرعش، نبعد عن العند والجدال عشان الدنيا تمشي وتبقى على العال. وبامر الله من يوم 11 عطارد هيروح على برج الدلو، فمن يوم 11 يبدا في الفرص في تحسين العلاقة الزوجية، في تقريب وجهات النظر، في حل الخلافات مع شريك العمل أو المال، في التحالف مع أطراف تانية، فتقضوا الدنيا والدنيا تعدي معاكم. يبقى من لغاية يوم 11 ناخد بالنا، من يوم 11 نبدأ ناخد قراراتنا ونحل مشاكلنا اللي ليها علاقة بأطراف تانية في حياتنا. قبل يوم 11 عطارد هيبقى في برج الجدي. هنا الجدي بيتكم السادس، يعني فرصة لتنظيم أموركم العملية، تنظيم أموركم الصحية، التوازن ما بينهم. ما تقدروا لغاية يوم 11 تنجزوا أعمالكم والتزاماتكم ومسؤولياتكم، ما تسيبوش الدنيا تتراكم عليكم، ترتبوا أولوياتكم تنجزوها، تهتموا بصحتكم. فلغاية يوم 11 العمل والصحة بأمر الله كويسين. بعد كده ناخد بالنا حبتين. هنقول بقى ان الزهرة في برج الحوت في بيتكم الثامن، فرصة كبيرة لاسترداد اموال او سداد اموال علينا، لحل خلاف مالي، لاهتمام بامور قانونية او حكومية او قضائية، لطاقة جنسية مية مية، الازواج يستفيدوا شوية. في نفس الوقت طول الاسبوع فرصة للنقاش المالي، التفاوض المالي، وارد يبقى في فرص لدعم مالي من عمل، من اب، من ام، من اخ، من اخت، من زوج، من زوجة، من ابناء، من قرض، من جمعية، من اي حتة تبقى حلال. ففي فرص مالية ليها علاقة بأطراف تانية. خلينا نقول بقى ان عندنا اورانوس في برج الثور، فاحذروا المواقف الصعبة اللي ممكن تمروا فيها بشكل مفاجئ، امتحان مفاجئ، اختبار مفاجئ، لقاء، اجتماع، مقابلة، فحص، جرد، مش عارف ايه. فخليكوا حريصين من المفاجآت، بس بأمر لا يبقى في مفاجآت إيجابية، تحسين عمل، تغيير عمل، تطوير عمل، نجاح، تفوق، إثبات للذات، لفت الإنظار، ونار يا حبيبي نار. خلينا نقول بقى وجود المريخ في الجوزاء، فنركز في العلاقات، عندنا الطاقة، عندنا القدرة، عندنا الإمكانية، علاقات اجتماعية، علاقات عاطفية، علاقات عائلية، كله شغال، قادرين تبقوا نشيطين اجتماعيا بشكل كبير، وده هيفيدكم يا حلوين. بس ما تتسرعوش في كلام يضايق حد منكم. وكده تقريبا قلنا كل جزئية، نيجي لكل يوم من الأيام بالتفصيل. يا أسد يا جميل انت يا جميل. ونقول التلات والأربع 7 و8 فبراير القمر في العذراء في بيتكم التاني،
الفلوس والمال والمصاري. هنا احذروا التبذير وحوشوا كتير، وارد يبقى فيه مصاريف والتزامات ومسؤوليات وضغوطات مالية، بس في نفس الوقت وارد يبقى فيه فرص لمكسب او دعم مالي. انتوا وشطارتكم طبعا وتساهيل ربنا قبل اي حاجة. بس يومين ماليين بامتياز، حافظوا على اموالكم، احذروا السرقة والغش، النصب، الاستغلال، حافظوا على مصدر رزقكم، وبامر الله تبقوا على العال. خميس جمعة سبت 9 10 11 فبراير شباط، القمر في الميزان. 3 ايام فيهم احداث كتير، ما بين تحركات، تنقلات، مفاوضات، مناقشات، منافسات، مواجهات، اتصالات كتير ورصيد بيطير، مشاوير بعيدة. المهم هيبقى اليومين 3 دول نشيطين بشكل او باخر. خلوا بالكم بس من علاقاتكم باخواتكم، بجيرانكم، بقرايبكم، بزملائكم. احذروا الصيانات او الاصلاحات او الحاجة اللي تبوظ منكم، وخلي بالكم انتوا سايقين عربياتكم. يوم الاحد والاثنين 12 و13 فبراير القمر في العقرب، بيتكم الرابع. يومين عائليين منزليين بشكل كبير، اهتمامات عائلية، اهتمامات منزلية، جنس بين الازواج، حمل، انجاب. خلي بالكم ممكن يحصل طارئ عائلي لا قدر الله، او خلاف عائلي، فخليكم هاديين. هنا برضو وارد يبقى في اصلاحات او مشتريات او توضيبات او صيانات او مصروفات لها علاقة بالعيلة او المنزل، فمش عايزين خناقات. يوم التلات بقى اخر يوم الفالنتاينز دي، يوم 14 عيد الحب، والقمر في القوس برج ناري زيكم، بيتكم الخامس العاطفة، قلوب كتير وحاجات بتطير في يوم الفالنتاين. يوم عاطفي بامتياز، فرص لاعجاب وانجذاب وارتباط، لجنس بين الازواج، لاستمتاع، لترفيه، لخروج، لهدايا، لمناسبات، لزيارات، لمقابلات. حتى لو في ضغوطات وانشغالات هتقدروا تخلصوها وتتبسطوا يا حلوين، ونقول يا رب تبقوا مبسوطين، والاسبوع يعدي ويكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج العذراء، وجمال وحلاوة وطعامة برج العذراء الجميل مالك التفاصيل، ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع الثاني من شهر فبراير شباط، من يوم 7 ليوم 14. بأمر الله يبقى أسبوع ظريف ولطيف وخفيف عليكم، وانتوا وشطارتكم اعملوا اللي عليكم، وأكيد ربنا هيكرمكم. وأول حاجة تعملوها تشوفوا الفيديو بتاعكم ده للآخر. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه خلال الأسبوع، بعدين هنقول كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتعبيراته، فتبقى الصورة كاملة ومية مية، وابقى أنا عملت اللي عليا. وكده كده كله في الأول وفي الآخر بتاع ربنا، الله أعلم. نبدأ على طول بسم الله، ونقول إن عندنا خلال الأسبوع دوت أول حتة كده ممكن تبقى منورة حبتين لغاية يوم 11. 11 إيه 11 دي؟ لغاية يوم 11 عطارد موجود في برج الجدي. يا سلام يا سلام، يحلى الكلام. برج ترابي زيكم، وفي نفس الوقت وجود عطارد في بيتكم الخامس العاطفة، قلوب كتير وحاجات بتطير. فرص ليوم 11 لتحسين الأمور العاطفية، لتحسين العلاقة الزوجية، للتفاهم ما بين الأزواج، ما بين القريبين، ما بين الناس اللي بينكم وبينهم مشاعر، لحل الخلافات، لتقريب وجهات النظر. فرص للتعبير عن المشاعر، للنقاش العاطفي، للنقاش العائلي، لتحسين الأجواء، للاستمتاع، للترفيه برغم الضغوطات والمشكلات، بس قادرين عليها، قادرين تنظموها، وبأمر الله يبقى في إيجابيات في لغاية يوم 11. طب ايه الحته التانية الحلوه يا عم جوهر؟ طبعا وجود المشتري في برج الحمل، وخلي عندك امل. المشتري دوت كوكب الحظ، السعاده، السعد الاكبر زي ما بيسموه. وجوده في برج الحمل في بيتكم الثامن يعني فرص كبيره جدا 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 في الدعم المالي، في المكسب المالي، في الشراكه الماليه، في امر جديد يجيب لكم دخل اضافي او مكسب مالي غير متوقع. تستردوا فلوس ليكوا، تسددوا فلوس عليكوا، تحسنوا اوضاعكم بشكل عام. فرص مالية موجودة جميلة ومية مية، بس انتوا شطارتكم انت وهو وهي تثبتوا نفسكم، تحسنوا علاقاتكم بالآخرين. هنا قادرين تكتشفوا أسرار وأخبار تساعدكم في أكتر من قرار. عندكم فرص للاهتمام بالأمور القانونية، الحكومية، القضائية، وبأمر الله تبقى حاجتكم مقضية. بس برضو الكلام ده مش للكل، ابسولوتلي نو. للي هيقعد ويستنى الحظوظ تجيله والفرص تجيله هيزعل ويجيب ناس تزعل، انما اللي هيتحرك هيسعى، هيدور على الفرص، بأمر الله يلاقيها ويستفيد منها، وانتوا شطارتكم. بس برضو في طاقة جنسية عالية ومية مية، الأزواج يتبسطوا شوية.
طبعا عندنا الشمس بقى في برج الدلو وزحل في برج الدلو، فوارد يبقى في ضغوط عملية، ضغوط صحية، التزامات، مسؤوليات، انشغالات، بعض التراكم للأمور على دماغكم، فتحسوا ان انتوا مش عارفين تنظموا اوقاتكم، مش عارفين ترتبوا اولوياتكم، التزامات عائلية، شخصية، منزلية، عملية، مالية، مهنية، دراسية، كله مضغوط وبعض الامور الكتير، فانتوا بتتوتروا وانا مش عايزكم تتوتروا. اهدوا، رتبوا اوراقكم، شموا نفسكم، وبامر الله ربنا يكرمكم على قد تعبكم، بس خلوا بالكم من عملكم وصحتكم. من اول يوم 11 دخول عطارد في برج الدلو يديكوا الفرصة بقى للتنظيم العملي، للتنظيم الصحي، توازنوا ما بين العمل والصحة. يعني لغاية يوم 11 الدنيا مضغوطة، من بعد يوم 11 تبقى افضل في الترتيب، في التحسين، في الاوضاع بامر الله. عندنا بقى عندنا ايه؟ عندنا الزهرة بقى السعد الأصغر في برج الحوت في بيتكم السابع، ده فرص لزواج، فرص لتفاهم بين الأزواج، لرجوع منفصلين أو متطلقين، لتحسين علاقة زوجية، لتحسين شراكة مالية أو عملية، فرص إيجابية لأي حاجة فيها طرف تاني في حياتكم، استغلوها وحياتكم. طبعا المريخ في برج الجوزاء في حركة أمامية، بس خدوا بالكم من سمعتكم، ما تتهوروش في تصرفاتكم، في قراراتكم، في أفعالكم، ابعدوا عن الشبهات وامشوا على التعليمات. خلوا بالكم بس ان انتوا قادرين تلفتوا الانظار بقدراتكم، بامكانياتكم، بكلامكم، بكاريزمتكم، بلبسكم، باسلوبكم، بعلمكم، بشطارتكم، قادرين. بس خلي بالكم بلاش تسرع في اي قرار او في رد فعل، وارد تتعرضوا لمواقف صعبه، ما تتسرعوش في رد فعلكم، فكروا بعدين قرروا. طبعا اورانوس في الثور بيعمل لكم سفر مفاجئ، لخبطه كده، تبقوا عاملين حسابكم على حاجه يحصل حاجه تانية تاني، بس وارد يجيلكم خبر ايجابي بشكل مفاجئ، سفر بشكل مفاجئ، امر ايجابي بشكل مفاجئ، ونقول يا رب. تقريبا كده قلنا كل جزئية، نيجي بقى لكل يوم من الأيام بالتفصيل. يا عذراء يا جميل أنت يا جميل. ونبدأ بالتلات والأربع 7 و8 فبراير، القمر عندكم في بيتكم في برج العذراء، يا حلاوتكم يا جمالكم. من أولها كده القمر عندكم قدرة، نشاط، حماس، طاقة، قرارات، بدايات، خطوات، تحركات، بأمر الله يبقوا من أفضل الأيام. في يوم ضغوطات وانشغالات، بس قادرين تستفيدوا وتحسنوا أوضاعكم، تبدأوا حاجة جديدة في حياتكم. استغلوا اليومين دول هيبقوا حلوين، والله أعلم طبعا. نقول الخميس والجمعة 9 و10 و11 فبراير، القمر في الميزان، 3 أيام ماليين بامتياز، ما بين مصاريف والتزامات ومسؤوليات وخوازيق مالية، ما بين مكسب مالي ودعم مالي وحلول مالية، ما بين ان انتوا قادرين تحوشوا كتير، ما بين ان في تبذير، فهنا لخبطة مالية، وانتوا شطارتكم انت هو وهي. على قد ما تقدروا حافظوا على مصدر رزقكم، زودوه، احذروا السرقة والغش والنصب والاستغلال في ال3 أيام دول عشان تعدي وتبقوا عالي العال. هنيجي للحد والاثنين 12 و13 فبراير، القمر في برج العقرب، يومين فيهم أحداث، تحركات، انتقالات، مكالمات، اتصالات، تفاهمات، نقاشات، منافسات، مواجهات، صيانات، إصلاحات، حاجة تبوظ منكم. خلي بالكم من عربياتكم، بس قادرين تقنعوا اللي قدامكم باللي انتوا عايزينه، قادرين تبرروا تصرفاتكم، قادرين يبقى عندكم سرعة بديهة وقدرة على الإقناع كبيرة تستفيدوا منها. هنيجي اليوم التلات بقى آخر يوم، اللي هو يوم 14 الفالنتاينز داي، عيد الحب يا حلوين، والقمر في برج القوس في بيتكم الرابع. يوم عائلي منزلي بشكل كبير، بس عايزين نستفيد منه عاطفيا، مع الأب، مع الأم، مع الإخوة، مع الأبناء، مع الأصدقاء القريبين، مع الحبيب، الحب الحتة الشمال. بس احذروا الطوارئ العائلية، الالتزامات المنزلية، مصاريف، التزامات، إصلاحات، صيانات، مشتريات. خلوا بالكم مش عايزين نكد ولو يتبوظ، عايزين انه يبقى يوم ظريف عائليا، ولو في طارئ عائلي قدموا المساعدة وابقوا قد المسؤولية، بس بأمر الله تنهوا الأسبوع بشكل سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الميزان، وحلاوة وطعامة برج الميزان، حبايب قلب عم جوهر من زمان. نقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من شهر فبراير شباط، من يوم 7 ليوم 14، وبأمر الله يبقى أسبوع ظريف ولطيف وخفيف عليكم تستفيدوا منه. بس طبعا مهم تعملوا اللي عليكم عشان ربنا يكرمكم، ما تقعدوش تستنوا فرصكم تيجي لغاية عندكم، انتوا اللي تدوروا عليها وتلاقوها، والفرص موجودة والأماني ممكنة، هتعرفوا بعد شوية. في
في ضغوطات وفي سلبيات وفي حوارات، بس الايجابيات بامر الله اكتر بكتير. المهم نبدا على طول ونقول اول حاجه تعملوها يا حلوين تشوفوا الفيديو بتاعكم للاخر. في الاول هقول لكم كل جزئيه في حياتكم اخبارها ايه خلال الاسبوع، وبعدين هنقول كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته وسلطاته وبابا غنوجاته، وطبعا كده كده كله في الاول وفي الاخر الله اعلم بتاعت ربنا تماما. نبدا بقى ونقول بسم الله. طبعا اول جزئيه حلوه وجميله ومية مية، وجود المشتري. المشتري كوكب الحظ، الحب، المال، الجمال، السعد الاكبر في برج الحمل. وخلي عندك امل، هيقولوا لك ده موجه ليك معاكس ليك فضاغط على بيتكم السابع، ضاغط على العلاقه الزوجيه. ابدا، المشتري بامر الله ما يجيبش حاجه وحشه، ده تلاقوا فرص لزواج، فرص لتحسين علاقات، فرص لتحالفات، فرص لتعاون، فرص لشراكه ماليه او عمليه او عاطفيه، فرص لرجوع منفصلين او متطلقين، لتحسين العلاقه الزوجيه، لتقريب وجهات النظر، فرص لاي حاجه ليها علاقه طرف تاني في حياتكم. من الاخر اي حاجه فيها طرفين يطلعوا منها مستفيدين. والازواج الحلوين فاهمين، اتبسطوا شويتين ونيموا العيال بدري ساعتين. فرص للازواج، للشركاء، شراكات جديده تظبط حياتكم انتوا محتاجينها. طب بيدعمكم ايه اكتر واكتر؟ الشمس في برج الدلو وزحل في الدلو، الاتنين في بيتكم الخامس، بيت العاطفه، قلوب كتير وحاجات بتطير، مشاعر، احاسيس. في ضغوطات عاطفيه، ما هو زحل مش هيسيبكم، والشمس ممكن تضغط شويه او تخلي العاطفه جياشه متسرعه. العاطفه تخليكم تاخدوا قرارات بارتباط او بانفصال او باعجاب او بانجذاب او باي حاجه بشكل سريع. قراراتكم تبقى متغيره متسرعه. بس من يوم 11 عطارد هيجي على برج الدلو، التنظيم العاطفي كله، القدره على التعبير العاطفي، المشاعر، الاحاسيس مع الاهل، مع الابناء، مع الاب، مع الام، مع الاخوه، مع الاصدقاء القريبين، مع الحب الحته الشمال، وتلاقوا الدنيا بقت عال العال. تنظيم، تفاهم، تقريب وجهات النظر، حتى لو في خلافات عاطفيه قبل يوم 11 بامر الله تتحل بعد يوم 11 وتلاقوا الدنيا جميله. قبل يوم 11 عطارد هيبقى في برج الجدي في بيتكم الرابع، يعني وارد لغايه يوم 11 يبقى في قدره على التنظيم التنظيم العائلي، التنظيم المنزلي. الواحد هنج ولا ايه؟ التنظيم اللي له علاقه بالبيت، بالمنزل، بالابناء. ممكن يبقى في مشتريات، اصلاحات، توضيبات، مصروفات والتزامات ومسؤوليات، بس عندكم قدره على تنظيمها، قدره على الحلول، التفكير المنطقي، التفكير الشغال. تقدروا تقربوا وجهات النظر فتمنعوا الخلافات بسبب اي حوارات، خصوصا في المنزل او العيله. التواصل العائلي هيبقى افضل لغايه يوم 11 جميل، استفيدوا منه واستغلوه. الزهره في برج الحوت بيتكم السادس، يعني عندنا فرص عمليه وفرص صحيه، مكسب عملي، مكسب صحي، انفراجه عمليه او صحيه، تنظيم امورنا العمليه. الفرص او الركود او المشاكل تبقى فيها حلول، يبقى فيها انفراجات بامر الله. فرص تخلصوا من اعمالكم، رتبوا اولوياتكم، نظموا اوقاتكم، مفيد جدا لحياتكم في الفتره دي. والتوازن بقى ما بين العمل والصحه، والدنيا تمشي في الحتتين دول. عمل يعني اي مسؤوليه، حتى لو عائليه او منزليه، او حتى لو لها علاقه بامر مالي او عملي او دراسي، كله عمل والتزام. طبعا المريخ في الجوزاء في بيتكم التاسع، يعني عندكم وارد فرص لسفر، قدره على النشاط، قدره على التميز، قدره على القرارات. تقدروا تاخدوا قرارات خلال الاسبوع بس من غير تسرع. هتتعور يا مزان، فاهدوا على نفسكم. بس فرص موجوده حواليكم، قدراتكم موجوده، الطاقه والنشاط موجودين، استغلوهم. طبعا وجود اورانوس في برج الثور بيعمل تقلبات ماليه حاده، خلاف مالي بشكل مفاجئ، حل مالي بشكل مفاجئ، سداد فلوس عليكم او استرداد فلوس ليكم، وكله بشكل مفاجئ. نقاش مالي، امر قانوني، امر حكومي، امر قضائي، امر ليه علاقه بفلوس والفلوس غيرت النفوس. وارد يجي دعم مالي او مكسب مالي غير متوقع، او التزام او مشكله ماليه غير متوقعه، وكله ليه علاقه باطراف تانية في حياتكم. ومية مية في الامور الجنسيه. كده تقريبا قلنا كل جزئيه، نيجي لكل يوم من الايام بالتفصيل يا مزان يا جميل انت يا جميل. ونبدا بالثلاث والاربع 7 او 8 فبراير. القمر في العذراء، يومين رخمين، البدايه مش ظريفه بصراحه في بيتكم ال 12، يعني متاعب، مصاعب، اسرار، اعداء، كسل، اهمال. خدوا بالكم، بلاش قرارات، بلاش بدايات، بلاش خطوات، ما تعتمدوش على الحظوظ ابدا، واحذروا، خليكم حريصين. ناموا في اليومين دول، استخبوا، ابعدوا عن اي حاجه وامشوا جنب الحيط. هنيجي الخميس والجمعه والسبت عكس الثلاث والاربع تماما. يوم 9 و10 و11 فبراير شباط، القمر في الميزان عندكم في بيتكم، يا حلاوتكم يا جمالكم. خدوا قرارات، ابدأوا بدايات، حلوا حوارات، انهوا مشكلات، تحركات، انتقالات، خطوات، بدايات، كل اللي انتوا عايزينه تعملوه في اليومين دول. في ضغوطات
ومسؤوليات والتزامات، بس تقدروا تعدوها وتنتصروا عليها وتقلبوها لمصلحتكم كمان. عايزين ايه تاني؟ هنيجي الحد والاتنين 12 و13 فبراير القمر في العقرب، بيتكم التاني الفلوس والمال والمصاري. هنا ما بين مكسب ودعم مالي وما بين خسائر والتزامات ومسؤوليات وخوازيق مالية. هنا بعدوا عن التبذير وحوشوا كتير، حافظوا على مصدر رزقكم، حافظوا على أموالكم، احذروا السرقة والغش والنصب والاستغلال. ورجاء بلاش نجيب في حاجات ملهاش لازمة، نركز في الضروريات والهيافات تستنى بعدين. نيجي اليوم التلات يوم 14 فبراير، يعني الفالنتاينز داي وعيد الحب، وكل سنة وكلكم طيبين. بيتكم التالت القمر هيبقى في برج القوس، يعني عندكم قدرات وإمكانيات، قدرة على الإقناع، على تبرير التصرفات، وارد يبقى في اتصالات كتير، نقاشات، حوارات، مجادلات. بس خلي بالكم من الصيانات والإصلاحات أو أي حاجة تبوظ منكم، واحذروا وانتوا بتسوقوا عربياتكم. بس استغلوا قدراتكم وإمكانياتكم عشان الأسبوع يعدي ويكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج العقرب والعقربة الحلوين اللي من قلبي قريبين وانتوا عارفين، نقول بقى توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من شهر فبراير شباط، من يوم 7 ليوم 14. بأمر الله يبقى أسبوع ظريف ولطيف وخفيف عليكم، وانتوا وشطارتكم اعملوا اللي عليكم وأكيد ربنا هيكرمكم. ركزوا في فرص حواليكم إيجابية كتير، بس الشاطر اللي يعرف يدور عليها ويلاقيها ويستغلها وبأمر الله تلاقوها. إنما اللي هيستنى الفرص تيجي لغاية عنده هيزعل ويجيب ناس تزعل ولا هيشوف حاجة. طبعا مهم جدا تشوفوا الفيديو بتاعكم ده للآخر. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه خلال الأسبوع، بعدين هقول لكم كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته، وكده كده كل اللي بنقوله الله أعلم بتاع ربنا تماما. نبدأ على طول بسم الله ونقول إن عندنا أول جزئية منورة وجميلة ومية مية، وجود الزهرة كوكب الحظ، السعادة، الحب، المال، الجمال، السعد الأصغر زي ما بيقولوا، موجود في برج الحوت اللي علاقتكم بيه حلوة موت. الحوت دوت برج مائي زيه زيكم، وبيتكم الخامس العاطفة، يبقى بأمر الله في فرص عاطفية لارتباط، لإعجاب، لانجذاب، لحل خلافات، لجنس بين الأزواج، لحل أمور، فرص موجودة لاستمتاع، لترفيه، لطاقة إيجابية. تبقى الدنيا مظلمة وسودة وبتضرب فيكم من كل حتة، بس في حتة منورة، سواء في العمل، في الدراسة، في العاطفة، في البيت، في الشارع، في أي حاجة بتعملوها. فانتوا ركزوا ودوروا على الإيجابيات والاحتمالات موجودة، تبقوا جذابين للجنس الآخر، تبقوا حلوين وملفتين للأنظار، ونار يا حبيبي نار. فرص عاطفية استغلوها واستفيدوا منها. هيدعمها أكتر الحتة العائلية، بس هي ملخبطة شوية. إيه يا عم جوهر؟ إن عندنا الشمس في برج الدلو وزحل في برج الدلو، فممكن يبقوا ضاغطين شوية في الأول على الحتة العائلية، خلافات عائلية، مشاكل منزلية، حوارات، حمل، إنجاب، تأخير، مشاكل، مش عارف إيه، طارئ عائلي، التزامات ومصروفات، صيانات وإصلاحات. تلاقوا الدنيا ملخبطة في العيلة والمنزل لغاية يوم 11. من بعد يوم 11 برغم الضغوط والالتزامات والمسؤوليات مش هتخلصوا منها، بس هيبقى عطارد دخل في برج الدلو، ففرصة للتنظيم العائلي، التنظيم المنزلي، حل الخلافات، التفاهمات، تقريب وجهات النظر. وهنا تبدأ الحلويات، تبدأ الفرص والإيجابيات والتصالحات والتفاهمات، وتبدأ الأمور العائلية والمنزلية تبقى أفضل بكتير من بعد يوم 11 بأمر الله. قبل كده خدوا بالكم، أو لو حصل خلاف هتحلوه بعديها. هنقول ان قبل يوم 11 عطارد في برج الجدي، فعندكم الفرصة والقدرة والإمكانية على التواصل، على النقاش، على التفاهم، على تبرير التصرفات. عندكم القدرة على تنظيم أموركم، ترتيب أوضاعكم، عندكم قدرة على الإقناع، عندكم قدرة على التبرير، عندكم وارد يبقى في التزامات ومسؤوليات وانشغالات واتصالات كتير ورصيد بيطير ومشاوير. بس خلي بالكم برضو من الصيانات والإصلاحات، واحذروا انتوا بتسوقوا العربيات. بس عندكم قدرة جميلة وقدرة على التركيز، تركيز حاد، تلقطوها وهي طايرة، سرعة بديهة هتفيدكم في أكتر من جزئية. حتى لو منافسة أو مواجهة تقدروا تطلعوا منها منتصرين. طبعا المريخ في برج الجوزاء حلوين وفي حركة أمامية، فعندكم الطاقة الجنسية عالية بزيادة، عندكم القدرة على النقاش المالي، التفاوض المالي، استرداد الفلوس، سداد الفلوس، الشراكة المالية
المالية، الاهتمام بالأمور القانونية والحكومية والقضائية، التركيز على التفاصيل يا جميل، وهنا ده مهم جدا. فالقدرات والإمكانيات دي استغلوها بشكل صح، ما تتسرعوش، ما تتهوروش عشان ما تتعوروش. بلاش قرارات مالية مفاجئة أو متسرعة أو غير محسوبة، بلاش قرارات عاطفية أو جنسية متسرعة أو غير محسوبة. ركزوا، اهدوا على نفسكم واستغلوا طاقتكم بشكل كويس. المشتري بقى كوكب الحظ السعد الأكبر، الزهرة السعد الأصغر ده الأكبر بقى، موجود في برج الحمل، وخلي عندك أمل في العمل وفي الصحة، فرص واحتمالات إيجابية وجميلة، انفراجات، حلول، تنظيم أوقات، ترتيب أوضاع، ترتيب أولويات، تخلصوا من أمور متراكمة عليكم، تحلوا أمور صحية أو مشاكل صحية، الفرص إيجابية ومية مية. طبعا عندنا أورانوس في الثور، فاحذروا بقى في العلاقات الزوجية من التقلبات، خناقات بشكل مفاجئ، تصالح بشكل مفاجئ، رجوع منفصلين بشكل مفاجئ، طلاق بشكل مفاجئ، كله وارد. فالأزواج وشركاء العمل والمال ياخدوا بالهم شويتين. كده تقريبا قلنا كل جزئية، نيجي لكل يوم من الأيام بالتفصيل. يا عقرب يا جميل انت يا جميل. ونبدأ بالثلاث والأربع 7 و8 فبراير، والقمر في برج العذراء بيتكم ال11. هنا ده بيت التحالف، التعاون، الشراكة، بيت تلاقوا فيه نشاط اجتماعي، تواصل مع الآخرين، تطلبوا مساعدة تلاقوها، يطلب منكم مساعدة تقدموها. هنا مناسب للنصايح، للإرشادات، للتعاون مع الآخرين، ناس تقف جنبكم، تدعمكم، تساعدكم، محتاجينهم انتوا، فاستغلوا اليومين دول في العلاقات. خميس جمعة سبت استخبوا، ستوب وهدي وخلي اليوم ده يعدي. يوم 9 و10 و11 فبراير شباط، القمر في الميزان في بيتكم ال12. متاعب، مصاعب، أسرار، أعداء، كسل، إهمال، خدوا بالكم الله يكرمكم، عينيكم في وسط راسكم. احذروا المشكلات، احذروا المنافسات والمواجهات، بلاش قرارات، بلاش بدايات، بلاش خطوات، وما تعتمدوش على الحظوظ نهائيا. واحذروا في العمل والصحة جدا في ال3 أيام دول، زقوهم عدوهم وخشوا على الحد والاثنين 12 و13 فبراير شباط، والقمر في العقرب، وضرب نار للصباح الباكر في بيتكم في مملكتكم. شوفوا اللي قلناه الخميس والجمعة والسبت عكسه تماما حد واثنين. خدوا قرارات، ابدأوا بدايات، حلوا مشكلات، انهوا حوارات، اتحركوا، روحوا تعالوا. اليومين دول بتوعكم استغلوهم في امر عاطفي، في عائلي، في عملي، في جنسي، في دراسي، في مالي، في اي حاجة بتعملوها، حتى لو في ضغوطات ومشكلات تعدوها ولا يهمكم. ونيجي اليوم الثلاث، الفالنتاينز داي، يوم 14 وعيد الحب، هيبقى القمر في برج القوس بيتكم التاني، الفلوس والمال والمصاري. هنا خلوا بالكم من مصاريفكم، من التزاماتكم، بلاش تبذير وحوشوا كتير، اهدوا على نفسكم في الفلوس، الفلوس غيرت النفوس. بلاش مشتريات لامور مش ضروريه، ركزوا على الضروريات والهيافات تستنى بعدين. هنا في اليومين دول احذروا السرقه والغش والنصب والاستغلال، وحافظوا على مصدر رزقكم، بامر الله تبقى عالي العال، وبامر الله تنهوا الاسبوع بشكل سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج القوس، وجمال وحلاوة وطيبة قلب وحنية برج القوس الجميل، أهلا بيكم وأحلى مسا على عيونكم الحلوين. ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من فبراير شباط، من يوم 7 ليوم 14. يا رب بقى يبقى أسبوع ظريف ولطيف كده، بس انتوا ساعدوا نفسكم، انتوا اعملوا اللي عليكم عشان ربنا يكرمكم. دوروا على فرصكم موجودة، والنبي الفرص ممكنة والأماني ممكنة، بس لله يشحن نفسه بطاقة إيجابية، لله يشحن إرادته، للي هيدور ويسعى هيلاقي الفرص ويستغلها ويبقى فل شمعة منورة. إنما اللي هيستسلم للسلبيات، للضغوطات، للإحباطات، هيزعل ويجيب ناس تزعل معاه. طب أول حاجة نعملها إيه؟ نشوف الفيديو ده للآخر. في الأول هقول لكم يا قوسيين كل جزئية في حياتكم عاملة إيه خلال الأسبوع بأمر ربنا، بعدين هنقول كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته، وكلها فرص واحتمالات، والله أعلم في الأول وفي الآخر. نبدأ بسم الله، ونقول إن أهم جزئية اللي عليها العين والنية لسه وجود المشتري في برج الحمل. خلي عندك أمل، المشتري ده كوكبكم الحاكم يا قوسيين. في نفس الوقت الحمل ده برج ناري زيك زيه، فنار يا حبيبي نار. استفيدوا في بيتكم الخامس العاطفة، قلوب كتير وحاجات بتطير، فرص للمشاعر، للأحاسيس، لحل الخلافات، للفرح، للانبساط، للاستمتاع، للارتباط، للإعجاب، للانجذاب، لتحسين الأوضاع العاطفية، للمشاعر مع الناس القريبة مننا،
فرص جميلة وموجودة، طبعا مش للكل زي ما قلنا، للي هيدور، للي هيسعى، للي مش هيستسلم للإحباطات. رجوع منفصلين أو متطلقين أو متخانقين شغال، علاقات جديدة أحلى حاجة، جنس بين الأزواج، استمتاع، انبساط، والنبي كله متاح. بس انتوا بس اعملوا اللي عليكوا، دوروا واسعوا، ما تستسلموش، وبلاش لو يتبوظ. مش عايزين انفعال، مش عايزين تهور، مش عايزين تسرع. نربط بقى الحتة العاطفية بالحتة العائلية، لأن الزهرة موجود في برج الحوت في بيتكم الرابع، بيت العيلة والمنزل. فرص عائلية، فرص منزلية موجودة، حتى لو في خلافات أو مشادات أو مصروفات أو التزامات ومسؤوليات، بس قادرين عليها، قادرين في الآخر تحلوا مشاكلكم، حتى لو قضيتوا أو عديتوا بمشاكل عائلية أو منزلية، بمصروفات، بالتزامات، بإصلاحات، بصيانات، بمش عارف إيه، بس قادرين تقدموا الدعم. يبقى في انفراجات عائلية، انفراجات منزلية، حتى انفراجات عقارية إن شاء الله بأمر الله. قلنا كله شغال. يبقى العيلة والعاطفة والمنزل بأمر الله فيهم فرص إيجابية، مش 100 بس الفرص موجودة. كمان نربطهم بقى بإيه؟ بالأزواج الحلوين. المريخ في برج الجوزاء، بس هنا بقى برضه ستوب شوية، لأن المريخ وجوده بيدي طاقة ونشاط وحماس وعلاقة جنسية زوجية جميلة جدا، بس برضه بيؤدي تسرع في الكلام، تسرع في التصرفات، تسرع في ردود الأفعال، فده بيدخلكم في عند وجدال وحوارات ملهاش 60 لازمة. فاهدوا على نفسكم وما تتسرعوش في قراراتكم. نفس الكلام في العلاقة مع شريك العمل أو المال، نخلينا هاديين، في طاقة، في شراكة جديدة متاحة، فرص لشراكة عملية، لشراكة مالية، لزواج، لعلاقة بين الأزواج، لتحسين أوضاع مع شريك العمل أو المال أو شراكات جديدة. بس برضو احذروا التسرع في القرارات، ما تدخلوش شراكات انتوا مش قدها أو مش دارسينها كويس، هتتسرع، هتتهور، هتتعور. طبعا عطارد لغاية يوم 11 في برج الجدي، يعني لغاية يوم 11 فرصة للتنظيم المالي، للمكسب المالي، لحل المشاكل المالية، للتفاوض المالي، للنقاش المالي، لزيادة الدخل، لحل المشاكل المالية. بعد يوم 11 خدوا بالكم انت وهو وهي، وارد يبقى في شوية ضغوطات، تكير من الأمور المالية من بعد يوم 11. عندنا بقى الشمس وزحل الاتنين في برج الدلو، هنا في بيتكم التالت، فخلي بالكم وارد تبقى الدنيا ضغط عليكم حبتين، تلاقوا في التزامات ومسؤوليات ومفاوضات ومناقشات ومنافسات ومواجهات، اصلاحات، صيانات، حاجه تبوظ، حاجه تضيع. خلي بالكم سايقين عربياتكم من اول يوم 11 تبدا قدره اكبر على تنظيم بقى الالتزامات والمسؤوليات اللي قلنا عليها، ان انتوا تاخدوا بالكم من الصيانات والاصلاحات او من سواقه العربيات. فلغايه يوم 11 خدوا بالكم، من بعد يوم 11 استغلوا قدراتكم، قدره على الاقناع، على التبرير، على التفاوض، على النقاش، تقدروا تدافعوا عن موقفكم وتوصلوا اللي انتوا عايزينه. طبعا اورانوس في برج الثور في بيتكم السادس، فالعمل والصحة متقلبين بشدة، حبة فوق وحبة تحت، حبة الدنيا جميلة وسهلة ومفاجآت إيجابية، انفراجات عملية وصحية، وفجأة ضغوطات ومشكلات وتعب. فخلوا بالكم كده. تقريبا قلنا كل جزئية، نيجي بقى لكل يوم من الأيام بالتفصيل. يا قوس يا جميل انت يا جميل. والبداية بالثلاث والأربع، 7 و8 فبراير شباط، القمر في العذراء في بيتكم العاشر. البداية وارد يبقى فيها اختبارات، مقابلات، اجتماعات، عمل، تغيير عمل، تطوير عمل، سمعتكم ومكانتكم اللي عايزين تحافظوا عليها، مع عيلتكم، مع ابنائكم، مع جيرانكم، مع اصدقائكم، مع زملائكم، مع مديرينكم، مع ايا كان مين في حياتكم. وارد تقابلوا بعض المواقف الصعبة في اليومين دول، فخلوكم حريصين في تصرفاتكم وابعدوا عن اي حاجة تجيب لكم وجع الدماغ. خميس وجمعة وسبت 9 و10 و11 فبراير، القمر في برج الميزان في بيتكم ال11، من أجمل الأيام ما فيهاش كلام. هنا في نوع من التحالف مع الآخرين، التعاون، المشاركة، الكلام، ناس تساعدكم، انتوا تساعدوا آخرين، تلاقوا في تفاوض، في نقاش، في ناس تقف جنبكم، في ناس تنصحكم، ناس ترشدكم. علاقات جميلة في اليومين دول استغلوها، ما تقعدوش لوحدكم، خلوكم في وسط مجموعة. هنيجي الحد والاثنين، القمر في برج العقرب يوم 12 و13 فبراير شباط، وستوب وهدي وخلي اليوم ده يعدي. العقرب بيتكم ال 12 يومين رخمين، ما نعتمدش على الحظوظ، بلاش قرارات، بلاش بدايات، بلاش خطوات، نحذر الكسل، الإهمال سواء في العمل أو في الصحة، نحذر الحساد، نحذر الأعداء والمؤامرات. نعدي اليومين بالطول بالعرض بأي طريقة، ونخش على يوم الثلاث، يوم 14 الفالنتاينز دي، عيد الحب يا حلوين، والقمر عندكم كمان، يا سلام يا سلام، ضرب نار للصباح الباكر بقى. شوفوا اللي قلناه على الحد والاثنين عكسه تماما يوم الثلاث. القمر في برج القوس، ثقة في النفس، جراءة، شجاعة، مبادرة، خطوات، بدايات، حل مشكلات، قادرين
عشان تهدوا جبال، وبأمر الله تنهوا الأسبوع بشكل سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الجدي قائد المرحلة الجميل، أهلا بيكم وأحلى مسا على عيونكم الحلوين يلي من قلبي قريبين وانتوا عارفين ومتأكدين. نقول بقى يا حلوين توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من فبراير شباط من يوم 7 ليوم 14، والنبي أسبوع كله حوارات وتغييرات وتقلبات إيجابية إن شاء الله. في شوية سلبيات، حاجات رخمة شوية هناخد بالنا منها، هنقولها مش هنعديها، وكده كده كل اللي بنقول الله أعلم بتاعت ربنا تماما، هي كلها فرص واحتمالات. طبعا بقى مهم جدا يا حلوين تشوفوا الفيديو بتاعكم ده للاخر، ايوه لازم، ما فيهاش كلام. في الاول هقول لكم كل جزئيه في حياتكم اخبارها ايه خلال الاسبوع اللي جاي، بعدين هنقول كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتعبيراته، ونبدا بسم الله على طول ونقول ان الاسبوع شكله كده من بره مالي بامتياز، امور ليها علاقه بالفلوس، سواء علاقة مالية مع الإخوة، مع الأبناء، مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الزملاء، مع العمل، مع أي جهة في أمور مالية. وارد يبقى في ضغوطات، في التزامات، في مصروفات، في مسؤوليات، دماغكم شغالة لغاية يوم 11. ما مش هنقول تعبانين، بس مضغوطين شوية في الأفكار المالية، الدنيا غالية عليكم، في مصاريف والتزامات عليكم، عايزين تظبطوا أموركم، دماغكم عمالة رايحة جاية. تبدأ بأمر الله الانفراجات والحلول والأفكار، والنور يظهر من بعد يوم 11 مع دخول عطارد في برج الدلو. يا سلام يا سلام، عطارد هنا يدخل يديكم الفرصة بأمر ربنا للتنظيم المالي، للحلول المالية، للسيطرة على المصاريف، تقللوا التبذير وتحوشوا كتير، تحافظوا على مصدر رزقكم، تحافظوا على دخلكم او تزودوه، تمنعوا السرقه والغش والنصب والاستغلال. تلاقوا الافكار بدات تنور معاكم، ازاي تغطوا ده، وازاي تحلوا ده، وازاي تمسكوا هنا، وازاي تصرفوا هنا، وتاخدوا بالكم مش عارف من ايه. تلاقوا الامور الماليه بقت افضل بكتير بامر ربنا من بعد يوم 11، بس استحملوا شويه وما تستسلموش وما تخافوش لغايه يوم 11. فالحته الماليه كده وضحناها، بس نيجي لجزئيه تانية لا تقل اهميه، وهي ان عندنا الزهره في برج الحوت في بيتكم الثالث، وارد وبنسبة كبيرة الله أعلم يبقى في مشاوير بعيدة أو سفر داخلي، مكالمات مع أطراف بعيدة عنا، تفاوض، نقاش، عندكم القدرة والإمكانية والفرص حلوة ومية مية. من أفضل الأسبوع للتفاوض، للإقناع، تقنعوا اللي قدامكم، تبرروا تصرفاتكم، تدافعوا عن موقفكم، تبيعوا أفكاركم، تعرضوها. مميزين جدا خلال الأسبوع بالفرص اللي ممكن تجيلكم. اوعوا تكنسلوا مشوار، اوعوا تأجلوا، اوعوا تأخروا، اوعوا تكسلوا ابدا. ادخلوا نقاش، منافسه، مواجهه، اي حوار، وبامر الله مستفادين وكسبانين. يدعم اكتر ان المريخ في برج الجوزاء وفي حركه اماميه في بيتكم السادس، العمل والصحه، الطاقه موجوده، النشاط موجود، القدرات موجوده، تروحوا تيجوا تحلوا، تلاقوا انفراجات، حلول عمليه، ترتبوا اولوياتكم، تنظموا اوقاتكم، تاخدوا قرارات، تبقوا اخطبوط في نفسكم كده، بتعملوا ده وده وده اكتر من حاجه في نفس الوقت، حاجه رائعه وجميله. يبقى نستفيد، بس برضو نحذر التسرع في القرارات العملية أو الصحية، ما تتهورش عشان ما تتعورش. طبعا وجود المشتري في برج الحمل في بيتكم الرابع يعني فرص عائلية منزلية كمان موجودة، حلول، أفكار، حمل، إنجاب، زواج، علاقة ما بين الأزواج، في التزامات ومصروفات ومسؤوليات وصيانة وإصلاح وحوارات، بس قادرين عليها وتتقلب لإيجابيات، وفرص للعزال والانتقال على فكرة موجودة. طبعا عطارد عندكم يا جدي لغايه يوم 11، فهنا لغايه يوم 11 عندكم قدره على التنظيم، على التفاوض، على الاقناع، عندكم قدره على التواصل مع الاخرين، عندكم سرعه بديهه جميله تلقطوها وهي طايره. رد فعلكم ممكن يبقى اسرع وافضل في نفس الوقت. طبعا اورانوس في برج الثور، فلا زالت الامور العاطفيه ملخبطه متقلبه عند كل الجدي، لا استثني احدا، رجاله ستات ايا كان، الكل عنده لخبطه عاطفيه، حبه فوق وحبه تحت، حبه فرص وحبه مشاكل، فاللخبطه العاطفيه مستمره معانا شويه، فخلوا بالكم يا حلوين. وكده تقريبا قلنا كل جزئيه، نيجي بقى لكل يوم من الايام بالتفصيل. يا جدي يا جميل انت يا جميل، والبدايه ولا احلى ولا اروع ولا اجمل، التلات والاربع
7 و8 فبراير شباط القمر في برج العذراء. بيتكم التاسع فرص لسفر، فرص لتميز، فرص لقرارات جديدة، فرص لرجوع عن أخطاء أو رجوع عن قرارات، فرص لتعديلات، فرص لتحديد أهداف، فرص لطاقة إيجابية، طاقة روحانية، طاقة ربانية، نجاح، تفوق، خطوة لقدام من أجمل الأيام. يومين حلوين بأمر الله تطلعوا منهم مستفيدين. نكمل معاهم الخميس والجمعة والسبت 9 10 11 فبراير القمر في الميزان. هنا اختبارات لسمعتكم ومكانتكم، وضعكم العملي الاجتماعي، نظرة الآخرين ليكم. وارد تمروا بمواقف صعبة، محتاجين تكونوا مستعدين تهدوا على نفسكم حبتين، ما تتسرعوش في قراراتكم أو خطواتكم، وخلوا بالكم من تصرفاتكم، ما تجيبوش وجع الدماغ لنفسكم، مفيش حاجة هتشفع لكم، ما تسيقوش ليكم. خلوا بالكم بتعملوا ايه وبتتكلموا ازاي، بتقولوا ايه لمين، رتبوا اوضاعكم. بس فرص لنجاح وتفوق وترقي، وتوصلوا لحاجه ترفع من مكانتكم وشأنكم في الثلاث ايام دول. نقول يا رب. هنيجي بقى على الحد والاثنين 12 و13 فبراير شباط القمر في العقرب. بيتكم ال11 العلاقات، الاخرين، تطلبوا مساعده تلاقوها، يطلب منكم مساعده تقدموها، تواصل، تعاون، نقاش، لقاء، قعده، اجتماع، سهره، تجمع، علاقات علاقات علاقات، استغلوها واستفيدوا منها، وبأمر الله تعوضوا اللي فات. يومين حلوين قادرين تاخدوا فيهم قرارات بمساعدة الآخرين، فاستفيدوا من أي حد في حياتكم في اليومين دول. هنيجي اليوم الثلاث الفالنتاينز داي اللي هو هيبقى 14 فبراير شباط والقمر في برج القوس. لا ده ستوب وهدي وخلي اليوم ده يعدي. القوس بيتكم ال12 متاعب، مصاعب، أسرار، أعداء، كسل، إهمال، مشكلات، عند جدال. خلوا بالكم استخبوا في اليوم ده، ما تعملوش مشاكل، ابعدوا عن اي حاجه تجيب لكم وجع دماغ، احذروا الحساد والاعداء، خلوا بالكم من المؤامرات، ابعدوا عن الاهمال في العمل والصحه، بلاش قرارات او بدايات او خطوات، ويفضل ما نعتمدش على الحظوظ في اليوم ده عشان الاسبوع يعدي ويكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج الدلو وجمال وحلاوة وطعامة وشقاوة برج الدلو الجميل، أهلا بيكم وأحلى مسا على عيونكم الحلوين. ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع الثاني من شهر فبراير شباط من يوم 7 ليوم 14. يا رب يبقى أسبوع ظريف ولطيف وخفيف عليكم، بس اعملوا اللي عليك وساعدوا نفسكم وانتوا وشطارتكم. عايزين ربنا يكرمكم يبقى نسعى ونتعب ونعمل اللي نقدر عليه. طب الفرص موجودة أو النبي موجودة، طب ليه يا عم جوهر؟ يعني ده انتوا عندكم ليلة كبيرة، ده احنا في فترة أعياد ميلادكم، كل سنة وانتوا طيبين يا دلويين. الشمس عندكم وعطارد جاي لكم يوم 11 وزحل عندكم وليلة كبيرة سعادتك، يبقى نستفيد، لازم نستفيد. طب أول حاجة نعملها إيه؟ تشوفوا الفيديو ده للآخر. ما هو في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه خلال الأسبوع، بعدين هنقول كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته، ونبدأ بسم الله على طول ونقول إن الشمس وجودها عندكم والزحل عندكم عاملين ميكس غريب عجيب ما بين ان الشمس فيها طاقة، فيها قدرة، فيها امكانية، كله بامر ربنا طبعا، الحاجات دي ما بتتصرفش من نفسها. المهم خلينا نقول الله اعلم ان الشمس مدياكوا الطاقة، القدرة، الامكانية، الفرص، الاحتمالات، الايجابيات، الخطوات، البدايات، الثقة في النفس، القدرات، تاخدوا قرار، تبدأوا بداية، تروحوا تعملوا، ابدأوا بداية جديدة مع نفسكم مع اللي حواليكم، ابدأوا حاجة جديدة تغير اوضاعكم. ايه الفرصة جت لغاية عندكم، استغلوها. زحل بيصعبها عليكم حبتين، بيحطكم في اختبارات، في مواجهات، في عقبات، في مشكلات. اوعوا تستسلموا، بالعكس ده انتوا لما بتقاوموا وبتعدوا النتائج بتبقى ايجابية 100%. انما اللي بيستسلم بيزعل ويجيب ناس تزعل. يبقى الفرص موجودة والشاطر اللي يدور عليها ويستغلها. من يوم 11 عطارد لما يجيلكم يا دلويين هتلاقوا نظرتكم للامور بدأت تختلف، قدراتكم بدأت تبان، القدرة على الاقناع، على النقاش، على التواصل، على التفاهم، تلقطوها وهي طايرة. تقدروا ان انتوا تثبتوا نفسكم، تتواصلوا مع اللي حواليكم، تبقوا مؤثرين في محيطكم بشكل كبير، حتى تنظموا اوضاعكم، ترتبوا اولوياتكم، تعرفوا تاخدوا قرارات بشكل مدروس مش عشوائي. فمن يوم 11 بامر الله انطلاقة جديدة في حياتكم، واسمعوا الكلام وهتشوفوا.
خلي بالكم كمان ان المريخ موجود عندكم يا دلوي سوري، المريخ موجود في الجوزاء يا دلويين، والجوزاء انا بعتبره منكم عشان برج هوائي زيكم، وده بيتكم الخامس العاطفة، قلوب كتير وحاجات بتطير. الاسبوع عاطفي بامتياز، جنسي بامتياز، فرصة الاعجاب، الارتباط، لمشاعر، الاحاسيس، الاستمتاع، لترفيه، لحب، الغرام، لعيون سهرانة ما بتنام. الازواج تنيم العيال بدري وتتبسط على قد ما تقدر، خروجه، فسحة، قعدة، سهرة، ايا كان. حتى لو في ضغوط ومشكلات تقدروا تقلبوها الايجابية، تهزروا في وسط ما انتوا متنكدين وانتوا واخدين منها حاجة، ما حدش واخد منها حاجة، فكوا عن نفسكوا ولا يهمكوا. ده كمان عندنا ميزة ان عطارد لغاية يوم 11 موجود في برج الجدي، فلغاية يوم 11 عندكم فرصة على الانتصار على الاعداء، تكتشفوا اسرار، تكتشفوا اخبار تساعدكم تاخدوا قرار، تقدروا ان انتوا تسيطروا على اوضاعكم، تحذروا من حسادكم، من المؤامرات، من الاعداء، من الكسل، من الاهمال، وتلاقوا الدنيا عالي العال. طبعا الزهرة وجوده في برج الحوت بيدعمكم ماليا، مش الكل طبعا، ابسولوتلي نو، للي هيسعى، للي هيتعب، للي هيبطل يصرف يمين وشمال في حاجات ملهاش 60 لازمة، للي هيدور على الضروريات وينسى الحاجات الهايفة والفرعية ما يجيبهاش دلوقتي. إن فرصة كبيرة جدا لمكسب، لدعم مالي، لحل مشاكل مالية. هنا فرصة تسيطروا على مصاريفكم والتزاماتكم اللي ضغط عليكم، تلاقوا لها حلول. في ضغوطات مالية موجودة، في أفكار مالية في دماغكم تقدر تحلوا بيها المشاكل اللي حواليكم. المشتري بقى في الحمل، وهنا خلي عندك أمل، هنا عندكم فرص كبيرة جدا في سفر، في نقاش، في مواجهة، في منافسة، في مفاوضة. عندك قدرة على الإقناع، قدرة على تبرير التصرفات، قدرة على ان انتوا تجادلوا بشكل منطقي وتوصلوا اللي انتوا عايزينه. حتى لو في حاجة باظت منكم، ضاعت منكم، فيها مشكلة، تلاقوها بتتسهل وبتتحل بسهولة. في الأول تشيلوا الهم وتلاقوها فرجت بأمر الله. وجود أورانوس في برج الثور فتقلبات عائلية منزلية، حبة فوق وحبة تحت، فاحذروا في الأمور العائلية والمنزلية من المفاجآت، ممكن تكون إيجابية بس تلخبط حساباتكم شوية، سواء أمر عائلي أو منزلي أو عقاري. برضو وارد يبقى فيه صيانات وإصلاحات ومشتريات مفاجأة تضغط عليكم فتعمل خلافات عائلية، مش عايزين نكد انت وهو وهي. وكده تقريبا قلنا كل جزئية. نيجي بقى لكل يوم من الأيام بالتفصيل. يا دلو يا جميل انت يا جميل. ونبدأ بالتلات والأربع 7 و8 فبراير شباط، والقمر في العذراء في بيتكم الثامن. والنبي بداية حلوة ما فيهاش كلام. ممكن يبقى في ضغوطات قانونية أو حكومية أو قضائية أو خلاف مالي مع طرف تاني، بس فرص لاسترداد فلوس، فرص لسداد اللي عليكم، فرص للنقاش المالي. بس احذروا الخلافات بسبب الفلوس ما هي غيرت النفوس. اليومين برضو فيهم طاقة جنسية زايدة شوية، سيطروا عليها والأزواج يتبسطوا ويناموا العيال بدري. خميس جمعة سبت 9 10 11 فبراير شباط، القمر في الميزان ويحلى الكلام، برج هوائي زيكم يا سلام يا سلام، بيتكم التاسع، فرص لسفر، لتميز، لطاقة روحانية ودينية تريح النفسية، لطاقة إيجابية تراجعوا قراراتكم الغلط وتصلحوها، تاخدوا قرارات جديدة ما تحتاجوش تصلحوها بعد كده بقى، نتعلم من أخطائنا ولا إيه. في نفس الوقت فرصة نجيلكوا اتصال أو رد على حاجة مستنيينه، ما يبقاش فيه تأجيل. يومين سهلين حلوين استفيدوا منهم، دول 3 أيام كمان، والأزواج فاهمين برضو. الحد والاثنين 12 و13 فبراير شباط، القمر في العقرب، بيتكم العاشر، السمعة والمكانة. هنا وارد تتعرضوا لاختبار، موقف، أي حوار يختبر قدراتكم وإمكانياتكم، فخلوكوا حريصين في تصرفاتكم، حافظوا على سمعتكم، على مكانتكم، على وضعكم، على نظرة الآخرين ليكم. بلاش أي حاجة شمال، بلاش أي حاجة تجيب لكم وجع دماغ، اسمعوا مني. في نفس الوقت قادرين تبقوا ملفتين للأنظار، اللي بيدور على عمل، بيغير عمل، بيثبت عمل، اللي يهتم بنفسه، بلبسه، بشياكته، بطريقته، بأسلوبه. يومين مميزين لو سيطرتوا على أوضاعكم، إنما لو اتسرعتوا وتهورتوا هتزعلوا. التلات بقى آخر يوم، وهيبقى الفالنتاين 14 فبراير، عيد الحب، كل سنة وانتم طيبين. والقمر في القوس في بيتكم ال11، يومين للعلاقات، للمقابلات، للمناقشات، تبقوا نشيطين اجتماعيا أكتر من المعتاد، يطلب منكم مساعدة تقدموها، انتوا عايزين مساعدة تلاقوها، وتلاقوها رايحة جاية، والعلاقات تخدمكم بشكل كبير. وبأمر الله الأسبوع يكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله أعلم.
حبيبي وعزيزي برج الحوت اللي بحبه موت، اهلا بكم واحلى مسا على عيونكم الحلوين يلي من قلبي قريبين وانتوا عارفين. ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الاسبوع التاني من شهر فبراير شباط، من يوم 7 ليوم 14، وبامر الله يبقى اسبوع ظريف وخفيف ولطيف عليكم. المهم ان انتوا تعملوا اللي عليكم، الكرة في ملعبكم وانتوا وشطارتكم، اتعبوا عشان ربنا يكرمكم. انا عارف ان انتوا مضغوطين، انا عارف ان الفترة دي بايخة حبتين. هقول لكم الاسباب ايه بعد شوية، بس برضو في نور، في حتة منورة، وهنا في بعض التغييرات او بداية التحسن اللي بامر الله بقى تبدأ تظبط خالص من يوم 19 لما الشمس تخرج من الدلو وتجيلكم. انما احنا هنا معانا اليوم 14. طب نعمل ايه؟ نروح ازاي؟ نيجي منين؟ ناخد بالنا من ايه؟ نركز مع ايه؟ ده اللي هتعرفوه. بس خليني اقول لكم حاجة، لازم تشوفوا الفيديو ده للاخر. في الاول هقول لكم كل جزئية في حياتكم اخبارها ايه، بعدين هقول لكم كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه ايه. وكده كده كل اللي بنقوله فرص واحتمالات، حصلت ما حصلتش الله اعلم تماما بتاعه ربنا. ونبدا بسم الله ونقول ان اهم واكتر جزئيه تستفيدوا منها وجود الزهره عندكم يا حوتيين. ده المخرج بتاعكم. الزهره السعد الاصغر، كوكب الحب والمال والجمال، موجود عندكم ومبسوط وسعيد وعالي العال. هنا نقول ان بالرغم الضغوطات والمشكلات والحوارات والازمات واللخبطه النفسيه والتغيير والتعديل بس وجود الزهره عندكم يدعمكم، يخلي عندكم امل، يزود ثقتكم في نفسكم، يديكم طاقه ايجابيه، يبقى في فرص واحتماليه في اكتر من جزئيه مهما تضلم تبدا تنور، يبقى في خطوه لقدام، تبداوا تغيير، تبداوا تحسن بامر الله. الدنيا اللي جايه تبقى افضل. بس في ضغوط ومشكلات انا عارف بسبب الشمس اللي في الدلو، زحل اللي في الدلو، الاتنين فوق دماغكم في بيتكم ال 12، بيت المتاعب والمصاعب والاسرار والاعداء والكسل والاهمال، فضاغطين عليكم نفسيا جسديا عمليا مهنيا صحيا في كل حاجه. فالضغوط زايده شويتين، ربنا يعينكم. فتره مش سهله، هي عايزه صبر، عايزه استحمال، وندور على الايجابيات، على النور اللي في اخر النفق، نبعد عن المشكلات، نتجنب السلبيات. هي الفتره دي مش عايزه قرارات، مش عايزه اعتماد على الحظوظ، عايزه تركيز من حديد على كل حاجه ممكن ليك تكون مفيد وتخليك سعيد يا حوت. فهنا استغلوا الفرص الماليه، الفرص العاطفيه، الفرص العمليه، التغيير اللي ممكن تقابلوه. بس خليكم حريصين في قراراتكم على قد ما تقدروا لغايه يوم 18، لغايه ما الشمس تخرج من برج الدلو، وبعد كده براحتكم. طبعا لغايه يوم 11 عطارد موجود في برج الجدي بيدعمكم في بيتكم ال 11، فوارد يبقى في تغيير في وضعكم من خلال طرف تاني. هنا فرص واحتمالات للمساعدات، للمناقشات، للتعاون مع الاخرين. تلاقوا ناس بتساعدكم، ناس بتقف جنبكم، ناس بتنصحكم، ناس بترشدكم، ناس بتأيد مواقفكم، وده انتم محتاجينه في الفتره دي. يبقى في ناس في حياتكم مؤثره بشكل ايجابي، فاستغلوا علاقاتكم كويس جدا لغايه يوم 11. من بعد يوم 11 عطارد هيروح على الدلو، فتبدا تظبط حبتين، تبدا بقى المشاكل تخف شويتين، تبداوا ازاي تعرفوا توازنوا ما بين عملكم وصحتكم ودراستكم ووضعكم ونفسيتكم، تبداوا تنظموا اوضاعكم وتنتصروا على اعدائكم، تكتشفوا المؤامرات والحساد وتبداوا تاخدوا بالكم. خلوا بالكم بقى ان المشتري موجود في برج الحمل، فلسه في فرص ماليه، تحسن مالي، وضع مالي افضل، حتى لو مش احسن حاجه، بس على الاقل تخلصوا من مشاكل، من التزامات، من المسؤوليات، تلاقوا فرص ماليه افضل بكتير موجوده دايما ومعاكم كامله لغايه شهر 5. الفتره دي لازم تستغلوها ماليا في تحسين اوضاعكم، بس قللوا التبذير وحوشوا كتير على قد ما تقدروا، وما تفوتوش اي فرصه لمكسب مالي. بس المهم ما تضيعوش فلوسكم على الفاضي. خلينا نقول بقى ان المريخ في الجوزاء في بيتكم الرابع، ففي نشاط عائلي، تواصل عائلي، طاقة عائلية، قدرات، تواصل، زيارات، مقابلات، مناسبات، قعدات، تفاهمات، امور عائلية اكتر من المعتاد، امور عقارية، امور منزلية، انشغالات بس بامر الله ايجابية، وفرص الحمل والانجاب والجنس بين الازواج عالية ومية مية. طبعا اورانوس في برج الثور، فبيعمل لكم التقلبات الحاده، المشاوير المفاجاه، الصيانات المفاجاه، الحاجه اللي تبوظ بشكل مفاجئ، الاصلاحات المفاجاه، النقاش، المنافسه، تدخلوا منافسات او مواجهات بشكل مفاجئ وانتم مش
معتمدين او متوقعين او عاملين حسابكم يا حلوين، فخلوا بالكم من المفاجآت. الامور العاطفية هادية الى حد ما، اصبروا عليها شوية، بس برضه لغاية يوم 11 مناسب للتفاهم العاطفي والمشاركة العاطفية. وكده تقريبا قلنا كل جزئية، نيجي لكل يوم من الايام بالتفصيل. يا حوت يا جميل انت يا جميل. ونبدأ بالثلاث والاربع 7 و8 فبراير شباط، والقمر في العذراء في بيتكم السابع. التحالف، التعاون، الشراكة، الازواج، والقمر مواجه لكم عكس ليكم، فممكن يضغط على العلاقة الزوجية الضعيفة، على علاقتكم بشريك العمل او المال لو اصلا في بينكم مشاكل. فهنا ناخد بالنا من العند والجدال، نبعد عنهم، نحسن علاقاتنا، نحسن اوضاعنا، واي حاجة فيها طرفين نستفيد منها يا حلوين، والازواج فاهمين، بس بلاش خناقات. خميس جمعة سبت 9 10 11 فبراير شباط، القمر في الميزان في بيتكم الثامن. هنا بقى بصوا بقى شوية لخبطة كده، ما بين اهتمام بأمور قانونية أو حكومية أو قضائية، ما بين اهتمام بأمور مالية مع أطراف تانية، تستردوا فلوس ليكوا، تسددوا فلوس عليكوا، تناقشوا في حاجة مالية، ممكن يحصل خلاف أو خناقة، ما الفلوس غيرت النفوس، فخدوا بالكم في نقاشاتكم المالية، بس لا يضيع حق وراءه مطالب. وارد يبقى في دعم مالي من أخ، من أب، من أم، من أخت، من زوج، من زوجة، من أبناء، المهم يجي قرشين، ممكن من عمل، المهم فلوس زيادة من طرف تاني. بس برضو خلوا بالكم من الخلافات بسبب الفلوس، خلوا بالكم من أي أمر قانوني أو حكومي أو قضائي. والطاقة الجنسية عالية ومية مية في الثلاث أيام دول. هنيجي على الحد والاثنين 12 و13 فبراير شباط، والقمر في العقرب في بيتكم التاسع. مشاوير، تميز، قدرات، تاخدوا قرارات، بدايات، تحركات، قادرين ان انتوا تعرفوا تتصالحوا مع نفسكم، تحددوا اهدافكم، تقنعوا نفسكم بالصح وتبعدوا عن الغلط، مراجعة للنفس بشكل عام. فيومين مميزين نستفيدوا منهم يا حلوين. ونيجي للتلات يوم 14، كل سنة بقى وكلنا طيبين، الفالنتاينز داي. القمر في القوس في بيتكم العاشر. السمعة، المكانة، وضعكم العملي، وضعكم الاجتماعي، العاطفي، نظرة الآخرين ليكم، قادرين تبقوا ملفتين للأنظار بلبسكم، بشياكتكم، بكلامكم، بأناقتكم، قادرين تستعدوا لاختبار، لامتحان، لمقابلة، لاجتماع، قادرين يبقى في ترقي، يبقى في عمل جديد، تطوير عمل، نجاح في امتحان، نجاح في وضع أو أمر حساس بشرط الاستعداد. وارد تتعرضوا لمواقف بايخة، فخلوا بالكم شويتين، ما تسيبوش الدنيا تضغط عليكم، احرصوا في تصرفاتكم، في أفعالكم، ما تجيبوش وجع الدماغ لنفسكم، عشان الأسبوع يعدي ويكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله أعلم.